ازيكم يا شباب؟ الفيديو ده معمول لطلبة ثانوية عامة، فأرجوكم لو انت تعرف حد في طالب ثانوية عامة، أو لو انت طالب ثانوية عامة، أو لو انت ولي أمر، أو لو انت حتى طالب في إعدادي أو ابتدائي وتعرف أي حد في قرايبك من ثانوية عامة، فأول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم أرجوك ابعت له الفيديو ده. الفيديو ده احنا عاملينه إرث، احنا مش محتاجين منه حاجة. رقم واحد، الفيديو ده متاح لكل المدرسين وكل الطلبة وكل المنصات ان هي تقدر تستخدمه وتستخدم الفيجوالز اللي فيه وتستخدم فيه اي حاجه من غير اي كوبي رايت. يعني ببساطه شديده الفيديو معمول للناس كلها، يعني من لما تيجي تشوفوه على اي منصه تانية او اي حته تانية عادي، احنا ولا طالبين فلوس ولا طالبين كوبي رايت، دي حاجه احنا عاملينها واجب مجتمعي وبناء على طلب الكومنتات والرسائل كلها. عايزين تجارب ثانويه عامه، مش قادرين نتخيل اي حاجه في الموضوع بالنسبه لنا صعب، الموضوع فيه مشاكل كبيره جدا، وانا بنحاول هنا في شارع العلوم حاولنا نعمل محاولة قدر الإمكان إن احنا نساعدكم. طيب الموضوع ماشي إزاي؟ رقم واحد، الكيمياء مادة بسيطة بتلخبط ساعات وصعبة، ما قلناش حاجة، بس هي بسيطة إمتى؟ أي طالب بيخش كلية علوم أو بيخش أي كلية علمية فيها معمل، الموضوع بيبقى بالنسبة له بسيط. كل الطلبة اللي دخلت جامعة يقول يا ريتني كنت في معمل لما كنت في ثانوية عامة، كنت حليت الأسئلة بتاعت ثانوية عامة كده. جميل. فاللي احنا هنعمله هي محاولة من شارع العلوم لمساعدتكم. طب هنساعدكم ازاي؟ هل هنشرح منهج الكيمياء؟ لا، الفيديو ده مش شرح المنهج الكيمياء، الفيديو ده هو محاولة لتوضيح وان انت تتخيل منهج الكيمياء. فاللي احنا هنعمله جبنا كل التجارب اللي موجودة في المنهج ونحاول ان احنا ننفذها لكم، وجبنا الرقعة البيضاء دي عشان موضوع الالوان مهم جدا، فانت لازم تشوف الموضوع بلونه الصحيح بعيدا عن الاضاءات اللي موجودة من غير ما يعني تلخبطكم او تزعجكم. فنكرر تاني، الفيديو ده فيديو طويل، كوبايه الشاي بتاعتك، ركز، عايزك تمسكه واحده واحده، راجع فيه، امسك حته حته، هتلاقيني مقسمه لك شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 شابتر 4، تمسك فيه الدنيا كده تتخيل، وبناء لو انت كنت مذاكر فده هيعلي مستوى مذاكرتك ومستوى فهمك اضعاف اضعاف اضعاف. لو انت لسه في الوقت ده والمذاكره بتاعتك مش قد كده، او عندك مشاكل في الفهم مش قادر تتخيل الموضوع، او في عائق ما بينك وما بين الماده، فالفيديو ده هيساعدك بشكل كبير جدا 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 انك تخش منهج الكيمياء وانت مرتاح واقف على ارض صلبه، ويعني تقدر ان شاء الله رب العالمين باذن الله الموضوع يبقى بسيط وسهل جدا. ولكن في فريق كبير اشتغل على الموضوع ده وهو فريق شارع العلوم، انتوا عارفينه كويس جدا، لكن الصراحه في شكر حابب اوجهه لشخص محدد وهو مستر شامي. تعالى مستر شامي عايزينك. مستر شامي او شامستري او مستر عبد الرحمن شامي، الراجل ده مدرس، هو على فكره من دفعتنا ومن اصحابنا في اسكندريه واحنا نعرفه من زمان، لكن هو سلك منهج التدريس، وصراحه من غيره الفيديو ده ما كانش هيطلع حقيقه، بجد بجد من غيرك الفيديو ما كانش هيطلع. انا في حاجات وبعترف بده بتلخبط فيها وما كنتش قادر افهمها من الكتاب او ما كنتش قادر استوعبها، بقالي سنين ما مارستهاش بايدي او ما تطرقت لهاش. مستر شامي عرفنا الدنيا كلها ماشيه ازاي، عرفنا الامتحانات بتيجي ازاي، عرفنا ايه السلبيات والايجابيات اللي بتيجي في المنهج، عرفنا ازاي الاسئله اصلا بتيجي عشان نقدر لما نيجي نشرح لك الحاجه نشرح لك الحاجه اللي هتفيدك فعلا في امتحانك. فمستر شامي من اقوى واحسن المدرسين بجد، وده مش علشان هو ساعدنا في الفيديو، انتوا هتشوفوا الفيديو دلوقتي وهتشوفوا المحتوى اللي فيه، فالراجل ده كان عنصر اساسي وقوي جدا جدا جدا. هتلاقوا صفحته موجوده عندنا في الكومنتات. اي حد في اسكندريه وبره اسكندريه في الكيمستري او في الكيمياء اولى ثانيه ثالثه ثانوي، اعتقد ودي ريكومنديشن اول مره اعمله في حياتي، مستر عبد الرحمن شامي هو الافضل والاروع على الاطلاق، وببساطه شديده راجل اشتغل معايا في المحتوى، فانا متاكد ان هو راجل متمكن وفاهم الماده كويس جدا. وان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه او ان شاء الله السنين اللي جايه كلها، اي طالب هيجي في اي سنه لو انت بتدور على مدرس يكون معاك اول باول في الماده وتفاصيلها، مفيش احسن من مستر عبد الرحمن شامي. شكرا مستر عبد الرحمن، ويلا بينا بقى ننطلق في الفيديو ونخش المعركه الكبيره دي، وخليك معايا ورا الكاميرا علشان ايه الدنيا ايه تبقى تروح لهم بسيطه وسهله. خلاص خلصنا المقدمه، لو انت بقى وصلت لحد هنا فاحنا هنبتدي في الشرح عشان تفهم احنا هنشرح ازاي. ببساطه احنا جمعنا التجارب في المنهج، كل شابتر شفنا تجارب، نفذنا التجارب. جميل، هتشوف كل تجربه شكلها عامل ازاي قدامك على الحقيقه، بس احنا مش مجرد هنعمل تجربه ونوريها لك وهنمشي، لا، هنعمل التجربه وهنفهمك الكونسبت العلمي اللي ورا التجربه.
جميل. طيب هنشرح الكونسبت في مجال ان انا اوريك سؤال بيجي في الامتحانات عامل ازاي، هتلاقيني برضو بشرح لك وبحاول ان انا احله معاك. في اخر برضو الفيديو ممكن تكون مسائل بتيجي بشكل ما، ممكن مستر عبد الرحمن يكون حللها لك وبيوريها لك ماشيه ازاي برضو. ولكن خلينا نمشي واحده واحده نفهم الموضوع. انت بقى طالب لغات، طالب عربي، انا هحاول اتكلم باللغتين، يعني هحاول استخدم المصطلحات الانجليزي واحاول اترجمها بالعربي، لكن شرحي هيكون عربي وميكس معنى اصح. هنحاول انا يعني هعمل ما استطيع وقدر ما استطيع ان انت عربي او انجليزي تحاول تفهم. وباكد تاني يا جماعه ده محاوله ان انا اساعدك، محاوله ان انا اساعدك ان انت تتخيل وتفهم الماده اللي عندك بحيث انها تكون سهله. ذاكرت تلاقي نفسك في حته تانية بعد ما هتتفرج على الفيديو ده. ما ذاكرتش الفيديو ده هيدخلك المنهج وانت في مستوى كويس جدا 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 تفهمه وتاكله اكل. انا شغل الفتره اللي فاتت كان مع السن اللي في ابتدائي وفي اعدادي. فكره الجيل ده بيقفل مناهج العلوم كده مع اني ما بشرحوش المنهج، بس هو متخيل الدنيا ماشيه ازاي. فخلينا كده ايه نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واساتذتي في الكيمياء اللي موجودين على كل المنصات واللي موجودين على اليوتيوب، انتوا ناس يعني الله يبارك فيكم وعاملين مجهود كبير جدا. اللي انا بعمله دلوقتي انا مش داخل في مجالكم، انا بس والله بحاول اساعدكم، انا يعني اضافه قد كده اهو صغيره ليكم، بحاول اعمل تجارب تبقى قدام الولاد قدام عينيهم يتخيلوا الموضوع. انا بس باكد على الموضوع ده. والماده العلميه اللي احنا هنشرحها دلوقتي لو حصل مني تقصير او غلط او حاجه نسيت من فيها رجاء تصححوا لي في الكومنتات، مفيش مشكله ان احنا نصحح لبعض. واحنا ان شاء الله لو في حاجه ان شاء الله رب العالمين نحاول نطلع احسن حاجه. فخلينا يلا ننطلق في الموضوع ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش في شابتر 1. اول شابتر هنبتدي بيه شرح النهارده هو شابتر 2 الاناليتيكال كيمستري او الكيمياء التحليليه. ليه هبتدي بالشابتر ده؟ لان ده اكتر شابتر الناس طلبته مننا في الكومنتات، لان الناس مش متخيله قوي او بالنسبه لهم صعب، والاسئله بتيجي في الامتحان حقيقي لو عرفت كل كشف هنعمله هتقدر تحل الامتحان كده. وبالبلدي كده فهمت معايا الشابتر ده، حسيت ان احنا عملنا لك اضافه جديده، كمل الفيديو للاخر. لقيت ان الدنيا بالنسبه لك مش مفيده او مش مستفاد، عادي تقدر تسكيب الفيديو وفي ناس تانية ممكن تستفاد. فخلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي عشان عندنا كميه املاح هنبتدي نكشف عنها. طبعا لو انت لسه في ابتدائي واعدادي كل معلوماتك عن الاملاح ان هو ملح طعام NaCl. لا، الملح هو اي حاجه ما فيهوش كاتاين اتش ولا في اناين او اتش. الاناين هو ايه؟ الايون السالب اللي عندك. الكاتاين هو ايه؟ الايون الموجب اللي عندك. هل محتاج اقول نيجاتيف وبوزيتيف؟ احنا هنحاول مع بعض اقول الالفاظ بالعربي والانجليزي فايه. وبرده لو حاجه تاهت مني في الشرح هتلاقيها في الانفجراف طلعوا لك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان هنبتدي رحله كبيره للكشف عن الاملاح وتعرف كل ملح بالظبط هو ايه، بالرغم ان انت ما تعرفش عنه اي حاجه. تعمل تجربه الثانيه وتاكد بالثالثه تعرف اي حاجه. يلا يا حسين تعال. عندي ملح كربونات الصوديوم او صوديوم كربونات Na2CO3. طيب يا حسين ايه اللي يقول لي ان ده ملح صح؟ او ممكن يجي في الامتحان يقول لي عندك ملح ابيض احنا مش عارفينه، او ممكن يجي يقول لي ملح ابيض عملنا فيه 1 2 3. تيجي نعمل يلا اختبارات الكشف بتاعتنا. نجيب التست تيوب. ادي التست تيوب بتاعت الملح، حط منه كميه. احنا عارفين وانتوا عارفين ان هو كربونات صوديوم، تمام. حطينا منه كميه في التست تيوب. ممكن يجي في الامتحان يقول لك ايه لو اضفنا عليه ديليوتد HCl او هيدروليك اسيد. تعال هات لي كميه منه. يا ترى هيحصل ايه؟ هنشوف دلوقتي. بدأ يتصاعد غاز، تمام. هنضيف كميه من ال HCl، حطينا فيه عود الكبريت دخله جوه. اللي هيحصل اتطفى. او يقول لك في الامتحان تربط اللاين موتور اللي عندك او طفى نار، يبقى الغاز اللي عندي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى اول حاجه اول معلومه طلعت لنا ان انت لما تيجي تضيف الحمض هيطلع لك غاز يقول لك كده ان الاناين بتاعك يا كربونات يا بيكربونات. جميل، يا CO3 يا HCO3. دي اول معلومه عندي. دلوقتي انا عندي ملح تاني جبناه البيكربونات، تمام. فالبيكربونات برضه هحط منه كميه. ضفنا عليه دايليوتد اسيد. احنا هنا بنستخدم HCl. جهز لهم الكبريت، تمام. احط الكميه بتاعتي. طلع غاز حلو. عقار لماء جير او
يقدر يطفي الكبريت. يبقى انت عارف ان ال HCO3 وال CO3 كاناين بيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون لما بتيجي تضيف اي دايليوتد اسيد. طب ازاي بقى نعرف الكاتاين بتاعنا او نفرق ما بينهم؟ كده الاثنين برغم ان هم كربونات CO3 و HCO3 بيكربونات، الاثنين طلعوا لي غاز CO2. طيب هعرف مين انهي اناين عندي هو ده CO3 او HCO3؟ نعمل الكونفرماتري بتاعنا او التفاعل التاكيدي. انا مش عارف العربي اسمه ايه، بس هو ان شاء الله هيكون التفاعل اللي احنا نقدر نتاكد بيه. كده احنا عرفنا بتفاعل واحد ان عندي يمكن يا CO3 كربونات يا اما HCO3. طب ازاي اقدر افرق ما بينهم؟ هنعمل كونفرماتري باستخدام الام جي اس او 4. ممكن ام جي اس او 4. طيب شيل بقى التستين دول ونشوف اللي هيحصل. نجيب تستين تيوب جداد خالص. هناخد بالسباتولا بتاعتنا كميه من الكربونات، ادي الكربونات، وناخد كميه من البيكربونات. هل هنحط عليهم ام جي اس او 4 على طول؟ لا. في المعادله اللي احنا لازم نستخدمها لازم يكون اكوس، يعني حط هنا كميه ميه مقطره وادي ميه تاني. تمام، تقريبا بسيطه، موضوع ما فيش ابسط منه. كده انا عندي هنا اكوا او سولوشن من البيكربونات. معلش طريقه بلدي. جميل. وده كربونات. جميل. الكربونات ده عندي ممتاز، البيكربونات لسه شويه. نضيف بقى على الاثنين ام جي اس او 4. شوف الفرق في الاثنين لما اجي اضيف الام جي اس او 4 اللي معايا ايه اللي هيحصل بالظبط. ده الكربونات، وده البيكربونات. الكربونات ايه اللي حصل؟ بيقول لك عندك في الكتاب راسب ابيض او وايت بريسبتيت. ليه؟ لان احنا هطلع عندي في نتيجه التفاعل ام جي سي او 3، فكده خلاص اتاكدت مليون في الميه ان ده كربونات. يبقى اللي عندك الاناين بتاعك كربونات والراسب الابيض واضح وضوح الشمس عندك. في اي مشكله؟ لكن انا هنا في البيكربونات قلبت، شايف اي اختلاف؟ لا. في تركيه صغيره. معاك نار؟ تعال هيت، وده يبقى فيه هولدر، دوس. يعني مفيش احسن من كده، موضوع واضح قصاده وضوح الشمس. تعرض لهيت، ابتدى اللون يتحول تدريجيا للون الابيض. طلع لي وايت بريسبتيت بس بعد التسخين من ايه بقى؟ الام جي اتش سي او 3 باي 2. اللي حصل عندي في التيست ايه؟ في الاول طلع لي وايت بريسبتيت على طول من الام جي سي او 3، لكن هنا الام جي اتش سي او 3 ما كانش فيه اي اختلاف. لكن لما جينا سخنا طلع لي الام جي سي او 3 اللي هو الوايت بريسبتيت. يعني عندك لو كان الاناين بتاعك سي او 3 وايت بريسبتيت على طول، اتش سي او 3 هيطلع لك وايت بريسبتيت بالتسخين وقدام عينك. اعتقد ان انت مش هتنساه في حياتك طول ما انت شفت التجربه دي. اللي بعده نجيب لهم اناينز جداد. احنا هنمسك الاناينز الاول، بعد كده هنمسك لهم الكاتاينز. ايه الملح اللي عندنا؟ Na2S. عايزين نعرف او نكشف عن اناين الاس، صح؟ التيوب بتاعتنا كده جهزنا التست تيوب بتاعتنا فيها كميه من Na2S. طيب هيقول لك انا ضفت كميه من الدايليوتد اسيد HCl اللي عندنا، هنشوف هيحصل ايه. صعد غاز. طب يا ترى هل ترى الغاز ده ايه؟ مش فاهم حاجه؟ مش محتاجين نتكلم. هيقول لك ريحه الروتن ايج او البيض الفاسد. مش محتاج كونفرماتري ده. طبعا هتقول لي اقفل التجربه على كده خلاص روتن ايج. انا نفسي يعني يكون في اجهزه متطوره وتشم الريحه اللي شمنا. احنا حاطين كميه بسيطه بس بالنسبه لنا ده مش كفايه، الريحه مش كفايه، لازم نعمل ايه؟ الكونفرماتري بتاعنا. طيب خرج غاز والغاز ده ريحه الروتن ايج، هل ده كفايه؟ لا، لازم نعمل تفاعل تاني. عندنا بنقول ان احنا هنزود عليه ليد اسيتيت. شوف اللي هيحصل لما اجي اضيف الليد اسيتيت. ادي الدروبر بتاعنا، بص كويس، لون اسود. طبعا عندي لون اسود، اللون الاسود ده بتاع يا حسين البي بي اس بتاعنا، صح؟ الليد سلفايد. يبقى احنا كده اتاكدنا بنسبه 100% ان الاناين بتاعي سلفايد. تفاعلين مفيش اكتر منهم. دايليوتد اسيد يطلع لك ريحه روتن ايج، حط ليد اسيتيت يطلع لك ليد سلفايد لونه اسود. محتاجين كونفرماتري؟ يلا نخش في الكونفرماتري. الكونفرماتري بتاعنا خلينا بقى نحط ده على جنب، نجيب نفس الملح تاني، هاتوا Na2S حبه قليله خالص، ادي شويه قليله خالص زي ما حسين ما بيقول لي من Na2S. هنحط عليه ميه عشان لازم يكون اكوس او يكون سوليوشن بمعنى اصح. تمام، السوليوشن بتاعنا بقى لونه ايه؟ اصفر. تمام، هنجيب سوليوشن من الاي جي نو 3 نترات الفضه او سيلفر نايتريت. جميل. يا ترى بقى هيحصل ايه لما اجي اضيف الاي جي نو 3 للسوليوشن بتاعنا من ال Na2S؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. برضو بلاك بريسبتيت، بس المره دي بلاك بريسبتيت بتاعنا موجود من ايه؟ الاي جي بس. يبقى كده عندك
3 تفاعلات بيكشفوا لك عن الاناين. واحد بس مش كفايه، بتاع الريحه اكدناه بالليد اسيتيت وعملنا الكونفرماتري بتاعنا في الاخر ان احنا نضيف الاي جي نو 3 لمحلول من الملح بتاعنا. الحاجات دي قدام عينيك، احنا بنساعد، بتشوف قدامك. اعتبرني واحد صاحبك قاعد معاك في البيت، انا وحسين قاعدين بنحاول نوريك الدنيا فيها ايه. بس طبعا الكتاب فيه شامل ووافي وكامل، ومدرسينا بيشرحوا كل حاجه احسن مننا مليون مره. الاناين التاني اللي معانا من السايسلفيت مثلا اهو، ده شكل السايسلفيت. احنا جبنا ملح صوديوم سايسلفيت. فكره الصوديوم سايسلفيت ده خطير، بنستخدمه في تجربه كده اسمها كوليك رياكشن فظيعه. قصه ريفرسبل رياكشن، بعدين هكلمكم بقى على الريفرسبل ولوشاتليه في شابتر 4 شابتر 3 ولا 4 3 لوشاتيه اوف رايحين بطريقه كوميديه جدا. هناخد بقى كميه من الصوديوم سايسلفيت اللي عندنا نحطها في التست تيوب. عايز اكشف بقى عن اناين سايسلفيت، اعمل ايه؟ هل الدايليوتد اسيد لما اجي احطه على ملح الاناين بتاعه صوديوم سايسلفيت هيطلع كده باين عندهم ان هو عندي راسب اصفر. الراسب ده المره دي مختلف عن الراسب الثانيه، ده سسبندد بارتكل بمعنى اصح راسب معلق، الثاني بيسقط تحت، ده تلاقيه موجود في السوليوشن. حتى انت لو جاي موجود مكاني او شايف، لو جينا مثلا عملنا كده يعني هو ممكن يعني مش بيبريسبتيت على الجدران، هو منه في السوليوشن. ده يلي بريسبتيت من ايه؟ من السلفر. انا عايز اتاكد ان ده سايسلفيت، عايز اتاكد ان هو سايسلفيت، اعمل كونفرماتري. كل اللي اعمله ببساطه هعمل اكوا سوليوشن من الصوديوم سايسلفيت وهضيف عليه ايودين. اعتقد اللون الاصفر كل شويه بيوضح مع الوقت، هو عشان لو انتم مش عارفين الايودين سوليوشن عامل ازاي، فالايودين سوليوشن اهو. البتادين في 10% ايودين. احنا اعمل حلقه كامله عن الايودين والله تعجبكم قوي لو حبيتوا تخشوا تشوفوها يعني. بس الايودين اللي هو السوليد ستيت هنحط منه كميه، ايه اللي هيحصل؟ هيتفاجئوا دلوقتي، لونه هيختفي لان الايودين بتاعنا اتحول لايودايد، والايودايد عديم اللون. دي بقى الاساس اللي احنا بنستخدمه عندنا في الكلوك رياكشن اصلا. لما بنحط عليه ايودين، اللون الاسود اللي انتم شايفينه القاتم ده اختفى لونه. ليه؟ لان الايودين بتاعنا اتحول لايودايد عديم اللون. اللي بعده هيقول لك عندك ملح ابيض. الملح الابيض بتاعنا انتوا عارفين اللي هو NaNO2. مبدئيا احنا بنقول لكم عليه بس اعتبروه واي كانكم مش عارفين، تمام؟ فانا دلوقتي هاخد من الملح ده كميه احطه عندي، نفس الدايليوتد اسيد. اول تفاعل يا ترى هيحصل ايه؟ غاز هيطلع لونه احمر فاتح او برتقاني محمر. تمام، خلينا نحط كميه تانية. انا عايز اوريهم الموضوع بالظبط اكتر الصراحه. شويه HCl تاني يعني هو باين جدا. فيومز اورنج ريد. طيب الفيومز الاورنج ريد دي بتقول ان انت عندك غاز ايه؟ NO2. جميل، يبقى انت عرفت الاناين بتاعك NO2. عايزين بقى نتاكد الكونفرماتري بتاعنا ايه. تعالى اقول لك الكونفرماتري بتاعنا ايه. التست تيوب تاني، هات لي ملح تاني لان NO2. جميل، هنجيب نخليه سولوشن. ادي السولوشن عندنا، قلب بقى عندنا سولوشن. هنجيب محلول من برمنجانات البوتاسيوم، بقى عندي محلول او سولوشن من برمنجانات البوتاسيوم لونه بنفسجي زي ما انتم عارفين، بس احنا مزودين نقطتين من السلفوريك اسيد. هنشوف هيحصل ايه لما اجي اضيفه عندي. ايه الحلاوه دي كلرايزيشن او اختفاء اللون زي ما انتم شايفين كده. فده دليل قاطع ان الاناين بتاعك هو ال NO2. طيب الديكلرايزيشن حصل بسبب ايه؟ ده حصل بسبب ايه؟ ان الكمان 4، انا بحب اسميه كمان 4 او KMnO4، هو انتوا عارفين هو اوكسيدايزنج ايجنت. لما يجي يتفاعل بيقوم جاي مأكسد لي ال NO2 عندي النيترايت للنيتريت اللي هو ال NO3، فخلاص بيلوز وظيفته كعامل مؤكسد، بيتحول ل MnSO4 كلرلس زي ما انتم شايفين كده. جميل جدا الكلام ده. عندنا اناين ايه تاني يا استاذ حسين؟ NaCl ملح الطعام. دوق بقى مش لازم تجربه يعني. هيعرف منين ان هو وايت بريسبتيت؟ بس هيجي يسالك في الامتحان. عندنا ملح ال NaCl هو ملح الطعام، صوديوم كلورايد او كلوريد الصوديوم. طيب ال NaCl ده حط عليه HCl برضو، هات لي سلفوريك اسيد، كونسنتريتد سلفوريك اسيد او حمض الكبريتيك. عشان ايه؟ والله يا جماعه بنحاول نوفق ما بين العربي والانجليزي. يا ساتر، نقول بسم الله. حط تك 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 تك، طلع عندي غاز. ايوه ده هنا ايه، حسين حب ان هو يروق عليكم. بص المنظر. طيب الغاز لما جبت عندي جلاس رود حطينها في امونيا، عمل لي وايت كلاودز. وايت كلاودز بتاعتنا دي امونيوم كلورايد، يبقى الغاز اللي عندي هو غاز ال HCl. فكره بقى في حركه اصيع. طيب عندنا ليتمس بيبر هنا، بس هو خلاص تقريبا اهو. بص المنظر، لو حطيت ليتمس بيبر بتاعتك اهو في الجاز اللي طالع احمرت، يعني انت
الجاز بتاعك ده اسيد HCl، يعني لو جات لك في الامتحان تبقى خطيره، بس ما اعتقدش ان هو هيبقى ذكي للدرجه دي ان هو يجيبها لك في الامتحان. بس انا مش جاي اشرح لك ايه اللي هيجي في الامتحان، انا هحاول افهمك وتفهم الدنيا. يبقى انت كده غاز HCl اللي طلع لك قدرنا نكشف عليه بطريقه موجوده عندك في الكتاب. بلس رود امونيا طلع لك امونيوم كلورايد وايت كلاودز، او سحب بيضاء من امونيوم كلورايد او كلوريد الامونيوم. كونفرماتري، الكونفرماتري بتاعتها حكايه. بص يا جماعه، لو عندك NaCl سوليوشن وحطيت عليه سوليوشن من AgNO3 زي ما انتم شايفين كده، كنت مع عمرو ليسي، طلع لك وايت بريسبتيت. اقول لك انا حولت الميه للبن، دي مش لبن، ده راسب ابيض من كلوريد الفضه او السيلفر كلورايد. حاجه في قمه البدائيه، تجربه حلوه وبحب اعملها في الشوز جدا جدا جدا. ده الكونفرماتري بتاع التفاعل ده. فاعتقد لو جالك في اي امتحان دلوقتي وقال لك جبنا ملح ابيض القطعين بتاعه الاناين بتاعه مش عارفين ايه حاضر، بس جينا عملنا الكونفرماتري AgNO3 راح عمل لك راسب ابيض، هتعرف ان هو NaCl من غير ما تفكر. جميل. يلا عندنا ملح تاني الKBr، البوتاسيوم بروميد او الKBr او بروميد البوتاسيوم، صح كده؟ انا كنت كيمياء عربي على فكره، بس هو البعد بقى عن الحاجه. ناخد كميه من ملح بسيطه عشان هو واخد كميه كبيره. ادي الKBr بتاعنا. هنحط كونسنتريتد H2SO4، طلع لي ايه؟ فيومز لونها اورنج، المنظر واضح وسطح. طيب هو غلط. البس يا حسين، كبرومين صافي ده غلط، دي غلطه مني انا شخصيا الصراحه يا جماعه. عذرا يا جماعه، المفروض الصراحه يعني كنت اخد بالي ان في غاز برومين طالع ونبقى لابسين الماسكات بتاعتنا من الاول، بس مش مشكله. هو غاز تقيل، غاز تقيل صح، مش بيطلع يطير يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس دي غلطه خلينا معترفين. تمام. كونفرماتري، يلا بينا. الحمد لله حاجه يعني هو ما صعدش ان هو يعني كده يجي علينا، بس هو احنا مسمينه ذا سكيري برومين، ربنا يستر علينا يعني. اوكي كونفرماتري ماشي. اكوا سوليوشن من الKBr. شايفك كده قاعد بتاكل بس حلو، اقعد كل كده وانت بتتفرج. هات شويه ميه كمان. تعالى بقى وكأني انا مش عارف، هنحط عليه سوليوشن من AgNO3. دي بقى ما عملتهاش مع عمرو الليسي، هنعملها دلوقتي هنشوفوا ايه اللي هيحصل. فانا هحط عليه كميه، طلع لي راسب المره دي مش ابيض، راسب ايه؟ اصفر، او زي ما بيقول لك في الكتاب ابيض مصفر، يلوش وايت. شايفين المنظر؟ فيجي يقول لك في الامتحان، مش عارف ده بيجي في الامتحان ولا لا، يقول لك عندي ملح ابيض، عملت لي كونفرماتري مثلا، جبت الاكوا سوليوشن بتاعي حطيت عليه اكوا سوليوشن من AgNO3، طلع لك راسب ابيض NaCl، طلع لك راسب يلوش وايت، يبقى ايه؟ PBr. اليلوش وايت ده ايه بالظبط؟ الوايت بريسبتيت الثاني AgCl، ده AgBr. وبكتبوا لي في الكومنتات تحت اشمعنى الAgBr بيستخدموه في التصوير، ولو حد فيكم ذكي يقول لك ايه زمان كانوا بيقولوا عليه يا النيجاتيف طلع ولا لا، هتفهموا ليه. KI يا ما اكتر الKI، حبيبنا وحبيب الملايين الKI ده. عندنا ملح الKI بوتاسيوم ايودايد او ايوديد البوتاسيوم. انا عايز اكشف على الاناين اللي عندنا الايوديد، يا ترى يا هل ترى نعمل ايه؟ ده سلفوريك اسيد مركز ساعة ما جبنا مصر ديام فايلوت فيومز. فايلوت فيومز. الفايلوت فيومز دي ايودين، نفس الموضوع. هو تقيل. اللي انت شايفه قصادك فايلوت فيومز من الايودين. الكونفرماتري بتاعنا هات لي الكاي تاني نحطه هنا اكوا سوليوشن، هنحط عليه برضو نفس المحلول بتاعنا اللي احنا حطيناه على الاثنين اللي فاتوا AgNO3. الله اكبر الله اكبر، يلا حق الادان يا رب تنجحوا. محلول AgNO3 هنحطه، اللي هيحصل قلب طلع لك ايه؟ يلو بريسبتيت من AgNO3. يبقى واحده واحده، AgCl ابيض، AgBr يلوش وايت، AgI اصفر بالترتيب كده، ClBrI. تمام. انا مش هحفظ، مش هعمل لكم اغاني واحفظكم حاجه قدام عينيكم انتوا شايفين قدام عينيكم، المفروض ما تنسوهاش ابدا. ان شاء الله رجاله المونتاج في الجرافيكس هتوريكم كل ده ان شاء الله رب العالمين. يعني اخر حاجه AgNO ذات نفسه، يعني كده هنكشف عن NO3. عندي هنا AgNO3 اهو يا جماعه، احط منه كميه AgNO3 عشان اكشف على الاناين بتاعها لان O3 concentrated sulfuric acid. طيب ما حصلش اي حاجه ليه؟ لان احنا عندنا في المعادله لازم يكون في هيتنج، بس مش هنغلط نفس الغلطه عشان احنا متوقعين النتيجه. يلا يا سهل، عشان هات لي الهولدر. هيت التسخين ابتدى، هيطلع ايه بقى؟ NO3 فيومز زي ما انتم شايفين لونها واضح وصريح. المنظر الرائع ده خليه بس الناس تشوفه. توكسيك ريدش براون. بالتسخين بدا يحصل ايه؟ طلع لي ريدش براون فيومز زي ما انتم شايفين دلوقتي حالا. الريدش براون فيومز دي من NO2. طيب ده دليل ان احنا عندنا كان الاناين بتاعنا NO3. الكونفرماتري بتاعنا ايه بقى؟ هاد التيوب. هنعمل الكونفرماتري بتاعنا حالا دلوقتي. هات التست تيوب سوليوشن AgNO3 اللي احنا لسه مستخدمينه. بسم الله. FeSO4. هتجهز H2SO4. بسم الله. ادي واحد. وين الهولدر؟ يلا سمي الله وروح. جميل رائع جميل. ايوه
تمام. هدي البراون رينج اهي، الحلقه البنيه اللي موجوده عندنا في الكتاب اول مره تتشاف. يبقى ده كده ايه كونفرماتري، يبقى اللي عندنا ايه نايتريت. وجود الحلقه البنيه ككونفرماتري تيست بعد ما بتضيف عندنا الاف اي اس او 4 ونضيف عليه كونك اتش 2 اس او 4 اللي هو محلول الحلقه البنيه، بيقول ان احنا عندنا الاناين بتاعنا ان او 3 او نايتريت، مش محتاجه اي تاليف. المجموعه الثالثه دي هنكشف فيها مع بعض منها على السلفيت، بس المره دي مش هنستخدم اسيد، هفهمكم ليه، بس خلينا الاول نكشف عليها. هنجيب 100 صوديوم سلفيت نحطها، هنكشف المره دي من الاول اكوس على طول. يا ساتر. تمام. قلب بالطريقه البلدي بتاعتنا. احنا في المجموعتين اللي فاتوا اما كنا بنستخدم دايليوتد اسيد او كونكا اسيد، المره دي هنستخدم سوليوشن من الباريوم كلورايد، وهفهمكم ليه في الاخر الفرق ما بين كل مجموعه من الاستخدام. هات باريوم كلورايد، شوف هيحصل ايه. بسم الله. راسب ابيض، راسب ابيض. الراسب الابيض ده باريوم سلفيت. حلو. ده كده التفاعل الوحيد ان احنا نقول عليه ان ده كده الاناين بتاعنا سلفيت. لا، هنعمل ايه؟ كونفرماتري. هنعمل ايه؟ كونفرماتري تيست تيوب ثانيه واكواس برضه. ناخد منه كميه اهو، وهنضيف عليه برضه ميه مقطره اهو. الكونفرماتري بتاعنا هنعمله بايه؟ هنعمله بليد اسيتيت. طيب هنضيف كميه من الليد اسيتيت وهنشوف هيحصل ايه سوا لحد ما نشوف نفس الموضوع. هتلاقيه برضه وايت بريسبتيت، غششتهم انت قبليه اهو. من الليد سلفيت، يبقى التفاعلين الاثنين يدونا راسب ابيض. من السلفيت يتاكد كده ان الاناين بتاعنا سلفيت. في اناين ثانيه، الثلاث مجاميع اللي احنا اشتغلناهم. طيب احنا كده خلصنا الكشف على الاناينز اللي عندنا. الموضوع بسيط، احنا زي ما انتم شفتوا احنا كشفنا على الثلاث مجموعات. المجموعه الاولى اللي كانت عندنا كانت الكربونات والبايكربونات والساي سلفيت. الثلاثه دول عشان اكشف عليهم بستخدم اسيد من المجموعه الثانيه او الثالثه، بس لازم استخدمه دايليوتد، اللي احنا في الحاله اللي احنا استخدمناه دايليوت HCl او هيدروكلوريك اسيد. المجموعه الثانيه هكشف عليها باسيد من المجموعه الثالثه، بس المره دي هيكون كونك. المجموعه الثانيه عندنا زي ايه مثلا؟ الكلورايد، الايودايد، البرومايد، النيتريت. ده اجيب له اسيد منين؟ من المجموعه الثالثه. طيب بستخدم ايه؟ بستخدم كونك H2SO4. طب لو رحت للمجموعه الثالثه ملهاش كبير، هتروح تجيب لها منين؟ تروح تجيب لها الاستاذ اللي احنا استخدمناه الكبير بتاع المجموعه الثالثه الباريوم كلورايد. خلاص خلصنا الاناينز، نخش بقى ايه في الكاتاينز. الايون الموجب اللي عندنا كام كاتاين يا حسين النهارده؟ عندنا سيلفر. اوكي تمام. عايزين نكشف عن السيلفر في الاي جي ان او 3. احنا المره اللي فاتت كشفنا عن ان او 3، ده هناخده اكوس. لازم. ماشي، قول بسم الله. عايزين نكشف عن السيلفر يا مستر حسين. التست بتاعنا ان احنا نضيف دايليوتد HCl. هيحصل ايه يا ترى يا هل ترى؟ اكيد وايت بريسبتيت، ما انتوا عارفين من المره اللي فاتت بس هو كان المره اللي فاتت كان كونفرماتري، بس المره دي هنا طلع لي وايت بريسبتيت من الاي جي سي ال. طيب الكونفرماتري بتاعه ايه بقى؟ هو كاتب لك في الكتاب عايز تكشف على كاتاين الفضه حط عليه دايلوت HCl، هيطلع لك وايت بريسبتيت هو الاي جي سي ال اللي هو كان الكونفرماتري اللي احنا كنا استخدمناه قبل كده وكنت لسه مركز معانا. بس وايت بريسبتيت اللي جايبينه من HCl بص عامل ازاي متكتل تكتيله رهيبه. على اللي بعده الليد، عايزين نكشف على ايه؟ كاتاين الليد اسيتيت جروب اول برضه. الليد اسيتيت تعال دايلوتد HCl، روح يا حسين يطلع له ايه؟ وايت بريسبتيت ليد كلورايد. تمام ماشي، بس عرفتوا عايزين تكشفوا عن المجموعه الاولى اي جي او ليد بيطلع لك وايت بريسبتيت اول ما بتحط بنضيف عليهم دايلوت HCl. تعال نشوف الكاتاين التالت في المجموعه الاولى. يبقى هو كده عندك في المجموعه الاولى في الكاتاينز اذا كان ليد او سيلفر بيطلع لك اول ما تحط عليهم دايلوت HCl هيطلع لك وايت بريسبتيت، ومعاهم الميركوري. هو كاتبها لك كده في الكتاب بس هديك انت شايفها قدام عينك دلوقتي اهو. في المجموعه الثانيه اللي عندنا الكابر اهو، جبنا سوليوشن من الكابر كلورايد CuCl2. تعالى بقى ايه يا مستر حسين نكشف عليه بايه بقى المره دي؟ هل دايلوت HCl؟ لا، لازم نشتغل بحاجه الاناين بتاعها فيها اس. يعني في المنهج عنده هو طالب منه H2S صح؟ طب احنا هنجيب له H2S منين؟ حاجه مش صح. ادي يا سيدي لونه اخضر وجميل من اعتبروه ازرق. هو عندكم في الكتاب ازرق، ده اخضر مزرق زاهري. تمام هنسميه زاهري. طيب احنا بدل H2S عندنا Na2S بينفع ما دام الاناين بتاعنا فيه اس، هو ده اللي انا محتاجه يتفاعل مع الكاتاين. عنده في الكتاب بيقول لك لو انت استخدمت H2S هيطلع لك بلاك بريسبتيت. احنا استخدمنا بديل اللي هو Na2S حصل ايه؟ بلاك بريسبتيت. يبقى ادام استخدمت كاشف الاناين بتاعه فيه الاس والكاتاين بتاعه فيه السيو او الكبر لازم هيطلع لك بلاك بريسبتيت، لان بلاك بريسبتيت بتاعك من السيو اس. يا مستر شامي ادانا معلومه جديده دلوقتي، قال لك يفضل الوسط يكون حامضي.
عشان ما يدوبش عندي الراسب. فعلا اول ما ضفنا له انا الصراحه مش هقدر اقلب بلدي، هخاف. المجموعه الثالثه عندنا ايه؟ الومنيوم. طيب ممكن عايزين تلمس حاجه فيها الومنيوم. عايز ايه؟ ماسك بس حاجات مش حلوه. ماشي. تعال. بصوديوم هيدروكسيد سوليوشن عادي جدا. جميل. سمي الله. نكشف عليه بأمونيوم هيدروكسيد. بسم الله. ايه؟ هوبا. ده ايه ده؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، بسيطه شديده قوي. اللي حصل هنا ايه؟ احنا كان عندنا القطاين بتاعنا الومنيوم، استخدمناه من اكوا سوليوشن من الومنيوم كلورايد اللي احنا حضرناه. حاجه صعبه قوي بتفاعل مع الدبان الازرق، بس مش موضوعنا. الكشف على القطاين اللي معانا بتاع الالومنيوم استخدمنا معانا امونيوم هيدروكسيد. فلما حطينا عليه امونيوم هيدروكسيد طلع لي راسب ابيض جيلاتيني ما بيدوبش زي ما انت شايف كده. منظره جامد الصراحه، حلو جميل. يمكن يكون مكتوب لك في الكتاب راسب ابيض جيلاتيني، بس عمرك ما تخيلت ده عامل ازاي. اهو ده بيبقى شكله، وعمره طويل بيقعد معانا وقت كبير جدا. طيب الكونفرماتري بتاعنا ايه يا ريس؟ حط عليه NaOH صح كده؟ تعال نشوف بقى لما نيجي نحط عليه NaOH هيحصل ايه. طبعا الاستاذ اللي قاعد بيتفرج وفاهم ومذاكر المنهج وقاعد بيراجع معانا كده وهو بياكل هيقول لك الله هيدينا نفس الراسب، هيفرق ايه يعني؟ ما هو في الاول كله في الاخر ALOH صح يا حسين؟ المفروض. طب ايه الفرق طيب؟ هنشوف. المفروض ما فيش فرق، هو راسب ابيض برضه، بس الراسب الابيض اللي عندنا مش جيلاتيني، وموست جيلاتيني. تمام؟ بس شوف بقى هيحصل ايه بقى لما اجي ازود NaOH زياده. بيدوب في اي زياده عندي من محلول NaOH، فبيبقى راسب ابيض عادي جدا. لو انا بقى اعمل حركه بسيطه وتزود كميه زياده بس مع التقليب، فانا عندي زياده من NaOH، كل ما هتقلب كل ما هيختفي، لان هيطلع عندي غاز هيدروجين وهيتفضل عندي صوديوم الومنيت. ادي راسبين اهم. بصوا بقى الاثنين جنب بعض عاملين ازاي. ده راسب ابيض جيلاتيني وده راسب ابيض عادي بيدوب في ال NaOH. الاكسس اللي عندنا من NaOH الصوديوم هيدروكسيد، مع الوقت هتلاقي لونه بيختفي لان عندي بيطلع في الاخر صوديوم الومنيت. بس الاهم بالنسبه لي تشوف الفرق ما بين الراسب الابيض الجيلاتيني والراسب الابيض العادي. كل ما تزود NaOH كل ما هيختفي، لان بيتفضل عندي الصوديوم الومنيت اللي هو لونه شفاف. زود كل ما يكون في اكسس كل ما هيختفي. واضحه مفيش احسن من كده. ايه تاني غير الالومنيوم عندنا في المجموعه الثالثه؟ الايرن 2 والايرن 3. حبيب الملايين الايرن ده. الايرن 2 عندنا الFeSO4 اهو، حط منه كميه. طيب الكشف بتاعه بيتم ازاي؟ استخدم نفس اللي احنا استخدمناه بس العكس. عمليه الكشف هي احنا لسه في نفس المجموعه. استخدم ايه؟ امونيوم هيدروكسيد. طلع لنا الراسب الاخضر بتاعنا. بالجرين بقى، جرينش وايت ايا كان، هتشوف المنظر عمرك ما هتنساه. مش الاخضر الصريح، اخضر يا اما اخضر باهت يا اما بنقول عليه ابيض مخضر. الكونفرماتري NaOH هات برضو كميه بسيطه بس كده. استخدم NaOH هات يا ريس، هيطلع لي ايه؟ نفس النتيجه بالظبط. كل الشواهد بتقول عندنا ان احنا عندنا القطاين بتاعنا ايرن 2 اللي هو بيفقد الالكترونين فقط، اللي هو في السوليوشن بتاعنا الFeSO4. عندك ايرن 3 حسين؟ عندك FeCl3؟ ابعت لي FeCl3. خش بقى ايه في الFe3 برضو هناخد منه كميه من الFeCl3 اهو. نفس عمليه الكشف بالظبط، بس المره دي هنشوف هيحصل ايه. NH4OH نضيف ونشوف هيحصل ايه. راسب برتقالي. طلع لك نتيجه اللي موجوده عندك في الكتاب. انت ممكن تكون شايفه برتقاني سواء ريدش براون او بني محمر، ولو انت شايفه مش بني محمر شوفه غصب عنك بني محمر. المفروض الا تفعل نفس التجربه مرتين ولا تتوقع نتيجه مختلفه. الكونفرماتري بتاعنا ايه؟ هنستخدم NaOH. المفروض نفس النتيجه. الموضوع بقى ايه؟ مش محتاج. المفروض انتوا خلاص ادام تخيلتوا الموضوع هات لي شويه NaOH كمان. اعتقد ده ريدش براون اكتر من التاني صح؟ FeOH3 باينه. الريدش براون ده ما بيفكركش بحاجه، ده صدى الحديد اللي انت بتشوفه عندك. فانت مثلا لو عندك اي معدن حديد ولقيت عليه طبقه صدى بس لسه متكونه، عايز تشيل طبقه الصدى تجيب اي دليوت اسيد وتمسحه بيه. يعني مثلا هنشوف هيحصل ايه لو جبنا الدليوت اسيد من HCl وضفناه. التاني حط تاني وتالت ورابع، هتلاقي ان اللون الريدش براون بتاعك ده اختفى. لو زودت دليوت اسيد تاني تلاقيه بقى بياضه ناصع. المجموعه الرابعه في المنهج عندهم اسمها الخامسه صح؟ اختلفت الاقاويل في الحته دي بس احنا هنسميها المجموعه الخامسه. هتقول لي فين المجموعه الرابعه؟ اقول لك ما اعرفش، هي هنخش في المجموعه الخامسه على طول. عندها في المجموعه الخامسه ايه؟ كالسيوم. يا ساتر، ادي شويه كالسيوم اهو. القطاين بتاعنا ايه؟ كالسيوم.
بس احنا استخدمنا ملح كالسيوم كلورايد، حط شويه كمان. اكوس، اول حاجه نعمل سولوشن من الكالسيوم كلورايد. قلب بلدي قلب بلدي قلب بلدي. بنكشف ازاي بقى في المجموعه دي؟ هنستخدم سوليوشن من الصوديوم كربونات Na2CO3. نقول بسم الله. الله، بيطلع لنا ايه؟ وايت بريسبتيت او راسب ابيض من الكالسيوم كربونات. واضحه قصادكم؟ طيب الكونفرماتري بتاعنا بنعمله ازاي؟ تعالى نعمل سوليوشن تاني. ممنوعات يا صاحبي. الكونفرماتري بتاعنا هنعمله بالسلفوريك اهو، وايت بريسبتيت، بس الوايت بريسبتيت المره دي اتقل، كالسيوم سلفيت. تمام؟ شفتوا التجارب كلها قدام عينيه. اشتغلنا على 3 مجموعات من الاناينز، وكل مجموعه ليها الكشف بتاعها زي ما انا لخصتها لكم الاول. واشتغلنا على 4 مجموعات من الكاتاينز، المجموعه الاولى والثانيه والثالثه، وفي الكتاب بيقول لك ان المجموعه الرابعه اسمها المجموعه الخامسه. هتعرفها زي ما هي كده. طيب اول مجموعه عندنا في الكاتاينز، المجموعه الاولى عندنا سيلفر وليد والمفروض ميركوري. بس احنا اشتغلنا مع بعض سيلفر وريد، فضه ورصاص. من النهايه لو جيت حطيت HCl على اي واحده من الثلاثه دول هيديك وايت بريسبتيت على طول. هو كاتبها لك في الكتاب كده، وزي ما احنا شفناها شفت شكل الوايت بريسبتيت عندك عامل ازاي. فين الكونفرماتري بتاعها؟ ملهاش كونفرماتري، هي معروفه. اذا كان هيطلع لك ليد كلورايد او هيطلع لك سيلفر كلورايد او ميركوري كلورايد كلهم وايت بريسبتيت. المجموعه الثانيه عندنا هي الكبر. بنكشف عليها ازاي يا صاحبي؟ بنحط عليها الاتش 2 اس. ممنوعات يا صاحبي. المجموعه الثانيه عندنا ايه؟ هي الكبر. بنكشف عليها ازاي؟ في الكتاب بيقول لك هتحط عليها الاتش 2 اس. لا احنا ما عندناش اتش 2 اس، رحنا حاطين عليها ان اي 2 اس، لان انا بيهمني في عمليه الكشف على الكاتاين الاناين اللي موجود عندي في الكشف، وهو الاس اللي عندي، عشان يطلع لي في الاخر الكبر سلفايد اللي هو لونه اسود زي ما انت شفت وزي ما موجود عندك في الكتاب. استخدمت H2S او Na2S. المجموعه الثالثه الموضوع فيها بسيط خالص، عندنا يا اما الومنيوم يا اما ايرن 2 يا اما ايرن 3. بنستخدم نفس الكشف فيهم هم الثلاثه، NH4OH والكونفرماتري بتاعه NaOH. في حاله الالومنيوم في الاول من NH4OH زي ما انت شايف، زي ما انت شفت معايا، هتلاقي طلع لك راسب ابيض جيلاتين. لكن في حاله الكونفرماتري بتاعه راسب ابيض بيدوب كل ما بتزود ال NaOH، لانه بيطلع لي صوديوم الومنيت في الاخر. في حاله الايرن 2 اللي كان بيطلع معايا عندنا بيطلع لك راسب اخضر باهت في الحالتين هو والكونفرماتري بتاعه. لكن في حاله الاف اي 3 بيطلع لك الريدش براون او البني المحمر زي ما انت شفت معايا. والبني المحمر بتفتكره بشكل صدى الحديد اللي انت ممكن تمحيه لو عندك داليوت اسيد، بس اهم حاجه يكون صدى الحديد لسه ايه فريش ومتكون عندك. زي ما انت شفت لما حطينا الدايلوت HCl حصل اللي انت شفته وخفى اللون تماما. اما بقى المجموعه الخامسه اللي هي رابع مجموعه اللي احنا استخدمنا فيها الكالسيوم، زي ما احنا لسه عاملينها اخر واحده دلوقتي، طلع لنا راسب ابيض في الحالتين بتوع الكشف بتاعنا. اذا كنا استخدمنا الباريوم كلورايد او استخدمنا الكونك H2SO4 راسب ابيض. كل دي تجارب انت شفتها بعينيك. رقم 1، عايزك تخش على اي سؤال في المنهج قبل ما تكمل الفيديو ليه علاقه بالشابتر ده وبيسألك عن كشف على اي اناين او كاتاين او كونفرماتري. تمسك الفيديو واحده واحده كده وتروح للجزء بتاعه. اذا كان هو عايز يكشف على الكاتاين بتاعك تروح على الجزء اللي احنا اشتغلنا فيه على الكاتاين، عايز تكشف على الاناين تكشف فيه على الاناين. الماب اهم حاجه تبقى في دماغك، تعرف المجموعه الاولى والثانيه والثالثه في كشف الاناين هو كان بيستخدم ايه. قال لك انا استخدمت كذا، يبقى ده دليل عندك ان هو في المجموعه دي. مثلا خد مثالين، هيجي اصلا يسالك في الامتحان يقول لك انا عندي ملح ابيض، الملح الابيض ده انا عايز اعرف الاناين بتاعه. سهله، الاناين عندنا 3 مجموعات. قال لك انا استخدمت دايليوتد HCl، انا قلت لك ده مستخدم دايليوتد HCl يبقى هو استخدم حاجه من المجموعه الثانيه. يبقى انت عرفت انت هتكشف على اناين من المجموعه الاولى. يبقى المجموعه الاولى كانت عندك يا اما HCO3 يا اما CO3 يا اما سايسلفيت، صح كده؟ قال لك والله انا استخدمت دايليوت HCl، ده اول دليل ان انت في المجموعه الاولى. المجموعه الاولى عندك يا اما ايه CO3 او HCO3 او سايسلفيت. قال لك والله طلع لك ريحه اريتيتنج، ريحه مزعجه، ريحه بيض معفن. خلاص انت عرفت ترجمت ان هي سايسلفيت من غير ما تعرف الكونفرماتري اصلا ومن غير ما تاكد. جه قال لك مثلا والله عندك ملح مثلا ابيض استخدمنا في الكشف على الاناين بتاعه H2SO4 كونك، خلاص عرفت ان هو المجموعه الثانيه. خلاص المجموعه الثانيه عندك بتلعب في ايه؟ يا اما كلورايد يا اما برومايد يا اما ايودايد يا اما نيتريت. جه قال لك طلع عندك في النتيجه فايلت فيومز، خلاص وانت مغمض عينك تعرف ان هو ايودايد. سهله. افتكر كده لما اتخضيت وحطيت الماسك على مناخيري انا عارف ان في برومين، خلاص ريدج براون سكيري برومين. مثلا رحنا ناحيه الكاتاينز، جاء في الكاتاينز قال لك والله انا جينا استخدمنا عندنا ملح ابيض واستخدمت في عمليه الكشف عندي امونيوم هيدروكسيد. خلاص هتثبت في دماغك ان هي مجموعه ثالثه. المجموعه الثالثه عندك بتلعب في ايه؟ الومنيوم او ايرن 2 او ايرن 3. جاء قال لك
اخضر باهت خلاص عرفت ان هو ايرن 2. جه قال لك ريدش براون خلاص عرفت ان هو ايرن 3. موضوع بسيط مع التخيل. افتح اي سؤال في المنهج في اي حته مهما كان درجه صعوبته، اهم حاجه ترجع للفيديوهات، بص الموضوع لعينيك وبص للرياكشن بتاعنا. الموضوع عندك هتلاقيه متقسم بكل بساطه ومش هيحتاج منك اي مجهود. سايب لك في البي دي اف عندنا اسئله كتير خش حل منها، بس اهم حاجه ترجع للفيديو وتشوف الحاجه بعينيك وهي متقسمه. طيب هو ممكن بقى يجي يلخبطك في الامتحان ويحط لك تيست من الكونفرماتري، مثلا يقول لك والله انا عندي ملح حطيت عليه ليد اسيتيت طلع لنا راسب ابيض، وجبت نفس الملح ده رحت حطيت عليه كونك H2SO4 طلع لي راسب ابيض. الملح ده ايه؟ واحده واحده هنمسكه جزئين، اناين وكاتاين. تعال نشوف الاناين اللي عندنا. مين عندي بحط عليه ليد اسيتيت في انهي مجموعه علشان يطلع لي وايت بريسبتيت؟ هتقول لي ايه ده؟ لا مفيش، ما عنديش مجموعه بحط عليها ليد اسيتيت. لا، الكونفرماتري بتاعه بيطلع لك وايت بريسبتيت. روح كده للمجموعه الثالثه هتلاقي انك لما بتحط الليد بريسبتيت على اي ملح الاناين بتاعه فيه سلفيت بيديك وايت بريسبتيت. هتيجي تقول لي مفيش مجموعه في الاناينز اللي عندي بستخدم الليد بريسبتيت ان انا اكشف عليها. هقول لك لا، خلي بالك ان عندك تيستات كونفرماتري. طب انا استخدمت الليد اسيتيت في انهي كونفرماتري في انهي مجموعه؟ في الثالثه. هقول لك لا، استخدمته كونفرماتري مرتين. استخدمته مره كونفرماتري في المجموعه الاولى في السايوسلفيت لما اداك راسب اسود، استخدمته مره ثانيه في المجموعه الثالثه في السلفايد لما اداك راسب ابيض. يبقى انهي واحد فيهم؟ يبقى السلفايد بتاع المجموعه الثالثه. خلاص كده احنا خلصنا من الاناين. طيب استخدمت كونك H2SO4 اداك برضو وايت بريسبتيت، يبقى انهي مجموعه؟ الرابعه اللي هي الخامسه، اللي هي رابع مجموعه، اللي هي المجموعه الخامسه اللي هي كانت عندي ايه؟ كالسيوم. يبقى في الملح فانا عندي في الاخر ايه؟ كالسيوم سلفايد. ممكن يجي يلخبطك في الامتحان ويديك سؤال يقول لك انا عندي ملح، الملح ده حطيت عليه ليد اسيتيت اداك وايت بريسبتيت، نفس الملح ده رحت حطيت عليه كونك H2SO4 اداك وايت بريسبتيت. ما تعطلش، لو مسكت الفيديو من اول لاخره هطلع الاجابه بسهوله، بس انا عايزك تشغل دماغك. الليد اسيتيت استخدمناه امتى؟ هتقول لي لا مفيش اي مجموعه في الاناينز عندي استخدمت فيها الليد اسيتيت ككشف. اقول لك لا، استخدمناه كونفرماتري. جميل. طيب كونفرماتري امتى؟ في المجموعه الاولى في السلفايد، واستخدمناه في المجموعه الثالثه في السلفيت. بس في الاول ادانا بلاك بريسبتيت، لكن في المجموعه الثالثه في السلفيت ادانا وايت بريسبتيت. خلاص يبقى احنا عرفنا كده الاناين بتاعنا سلفيت. حلو. امتى استخدمت ال H2SO4 في الكاتاين علشان يديني وايت بريسبتيت؟ هتقول لي لا انا ما استخدمتش H2SO4 عشان اكشف. لا، استخدمته كونفرماتري في انهي مجموعه؟ المجموعه الخامسه اللي هي كانت رابع مجموعه، اللي هي كانت بتاعه الكالسيوم. اعملها ماب في دماغك، اوعى تكون مسرع الفيديو بلس 2 هتزعل. فكده الملح عندي في الاخر ايه؟ كالسيوم سلفيت. ايزي. اصعب حاجه ممكن يعملها لك في الامتحان ان هو يجيب لك التستات الكونفرماتري لو انت كنت حافظ كل مجموعه بيستخدم انهي تيست. يعني كده احنا تقريبا خلصنا الكشف عن الاناينز والكاتاينز، وعرفنا مع بعض شكل الاسئله ممكن يجي في الامتحان ازاي. كل الموضوع ان انت تكون يا رب يعني ايه تكون بدايه موفقه وفهمت وتخيلت المنظر عامل ازاي وفهمت شكل الاسئله عامل ازاي. في نفس الشابتر هو جايب لك كواشف، جايب لك كواشف بقى الفينولفيسالين، الميثايل اورنج، حاجات كتير جدا. احنا بقى عاملين حلقه كامله عن الكواشف هنا اهي. تمام. والله مش قصدي عشان تروح تتفرج على الحلقه، بس يعني كفايه. تمام. ده كان المهم بالنسبه لي وده اللي انا اتسالت عليه والناس كلها كانت متلخبطه فيه وعايزه تشوفه قدام عينيها. عملناه. حلو. هخش دلوقتي في شابتر 3 وبعديها شابتر 4 وبعدين في الاخر شابتر 1 صراحه تافه جدا هنراجعه مع بعض. تمام، عشان تبقى عارف احنا رايحين فين. يلا حضر كوبايه الشاي الثانيه والقهوه، تعال نخش مع بعض على شابتر 3. وصلنا دلوقتي شابتر 3. شابتر 3 هو من ابسط واجمل الشباتر اللي موجوده عندنا في المنهج كله، تقريبا احسن شابتر ممكن نكون نعرف نشرحه النهارده. الموضوع بيتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الايكوليبريم او الاتزان بشكل عام. اي معادله في الدنيا اي تفاعل كيميائي يخش فيه متفاعلات يطلع منه نواتج. الفكره كلها اي تغيير بيحصل في اي ناحيه من الاثنين لازم بيسمع عندي، هتفهم ده دلوقتي. وكمان بيتكلم على الهيدروليسيس. في معلومه عامه خاطئه او شائعه عند الناس ان اي ملح في ميه بيكون متعادل. الموضوع ده خاطئ تماما. هنفهم ازاي ده بيحصل وازاي تفرق ما بين اي ملح في ميه وازاي ممكن يديك انواع مختلفه من البي اتش اللي عندك، او بمعنى اصح امتى الملح اللي هو يحط في ميه يديك اسيدك وامتى يدولك بيزك، امتى يدولك حمضي وامتى يدولك قاعدي. ايه نوعيه الاسئله اللي بتجيلك؟ لو فتحت البي دي اف في شابتر 3 هيجي يقول لك عندك 4 فلاسكات، مين فيهم التفاعل بتاعه اسرع من الثاني؟ ممكن يجيب لك سؤال تاني يقول لك مين تفاعل ريفرسبل ومين irreversible، يعني مين ينفع يبقى عكسي ومين ما ينفعش يبقى عكسي. مثلا ممكن يجي يسالك يقول لك الكاتاليست او العامل الحفاز لما بنيجي نستخدمه في مثلا في تفاعل عكسي بيكون شغال في انهي ناحيه. ممكن يجيب لك سؤال يقول لك في الرياكشن اللي قصادك في الخطوتين مين اللي هنا كاتاليست. فكرة السؤال ده
تريكي، وهقول لك ليه طريقه سهله قوي 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 تكشف الكاتاليست كده. وممكن يسالك انهي حاجه من الحاجات اللي انت هتعملها هتزود لك التفاعل مثلا في الزنك في السلفوريك اسيد، ومين بينقص. وممكن يجي لك في الامتحان يسالك يقول لك رتب لي المحاليل بتاعه الاملاح اللي جايه دي، السولت سوليوشن اللي عندك، يقول لك رتبهم لي. طب هترتبهم من الاقل للكبير، او بمعنى اصح يقول لك رتبهم لي من الحمضي للقاعدي، تحت السبع اسيد فوق السبع بيس، تحت السبع حمضي فوق السبع قاعدي. وشويه اسئله مقاليه يقول لك ليه ما ينفعش نفرق ما بين مثلا ال NH4Cl وال HCl، واحنا بنستخدم انديكيتور برضه هفهمها لكم، رغم ان احنا ينفع نفرق. كل الاسئله دي هنمسك الشابتر حته حته وهنحاول نعمل فيه معظم التجارب عشان تقدر تتخيل الموضوع وتحل كل الاسئله بمجرد النظر. اول حاجه بيتكلم عنها شابتر 3 الايكوليبريم، الاتزان. وعندنا الثلاث انواع من الايكوليبريم او الاتزان، وهما الديناميك والايونيك والكيميكال. الديناميك كلنا عارفينه، ميه اتبخرت طلع بخار الميه اتكثفت، لازم نفس الكميه هي تبقى عندي. الكيميكال ده اللي احنا هنركز عليه دلوقتي وهنعمل عليه المعادلات بتاعتنا والتفاعلات بتاعتنا عشان نفهمه. ايه اللي بيأثر عندي في اي كيميكال ايكويشن او في الريت بتاع الكيميكال ايكويشن عندي او الريت كيميكال رياكشن؟ طبيعه المتفاعلات، الناتشر بتاعتها، درجه الحراره او التمبريتشر، تركيز المتفاعلات اللي احنا بنستخدمها، استخدام كاتاليست من عدم استخدامه، الكاتاليست اللي هو العامل الحفاز او اللايت. هنعمل بقى كذا تجربه دلوقتي تفهمك الفرق ما بينهم. اول حاجه عندنا ريبون المنجنيز اللي عندي. في الطبيعي لو انت عارف لو حطيت ريبون منجنيز على حمض ايه اللي بيحصل؟ هيتصاعد غاز الهيدروجين. دلوقتي هنغير التركيز بتاع السلفوريك اسيد اللي عندنا ونشوف الفرق اللي بيتغير عندي كل ما بزود التركيز ايه اللي بيحصل. في الاول جبنا التست تيوب، حطينا ميه عشان اقدر اخفف الاسيد بتاعي الاول، وحطيت فيها الريبون، مش هيحصل اي حاجه. التفاعل هيبتدي اول ما بضيف قطره من السلفوريك اسيد، التفاعل ابتدى يتصاعد غاز الهيدروجين، حاجه كلنا عارفينها. لكن لو زودت من تركيز السلفوريك اسيد بالظبط زي ما انت شايف كده، ابتدى التفاعل ان هو يزيد وكميه غاز الهيدروجين اللي عندي ابتدت تبقى ازيد. طب انا عايز ازود غاز الهيدروجين اكتر، اعمل ايه؟ ازود من تركيز السلفوريك اسيد. فكده كل ما بزود تركيز المتفاعلات اللي عندي كل ما سرعه التفاعل عندي بتزيد. طيب هل سرعه التفاعل واقفه بس على تركيز المتفاعلات؟ احنا قلنا 5 حاجات. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ عشان خلي بالكم دي اللي هنجاوب عليها سؤال دلوقتي، ان انا اغير من النيتشر بتاعه المتفاعلات. وهنا بقى هلعب على المنجنيز. المنجنيز عندي ممكن استخدمه كريبن او ممكن استخدمه كباودر. جبت 2 تيست تيوب، الاثنين فيهم نفس التركيز بالظبط من السلفوريك اسيد، واحد حطيت فيه الريبن والتاني حطيت فيه المنجنيز باودر. الفرق واضح قصادك مش محتاج اي توضيح. الباودر لما تفاعل، التيست تيوب اللي حطينا فيها الباودر طلع فيها كميه اكبر من غاز الهيدروجين في نفس الوقت، يبقى سرعه التفاعل كانت فين اكبر؟ في الباودر. هتسالني هتقولي ليه؟ لان الباودر مساحه سطحه اعلى، فمساحه السطح المعرضه للتفاعل اكبر، فسرعه التفاعل بالنسبه لي كانت اكبر. هيجي لك سؤال في الامتحان مثلا في الحته دي، هيجيب لك 4 فلاسكات، بس هو في كل فلاسك حاطط لك سيتويشن مختلف عن التاني. واحد فيه مثلا 200 مللي من HCl بس معاه 2 جرام بيس اوف زنك، ركز في الحته دي عشان ضروري. واحده 150 مللي من HCl بس حاطط لك قصادها ايه؟ 2 جرام زنك باودر. وواحده 150 مللي HCl بس حاطط لك 2 جرام زنك باودر. واحده حاطط لك فيها 200 مللي HCl بس حاطط لك فيها 2 جرام من بيس اوف زنك. بس مش ده برضو اللي هيحدد لك الاجابه. بص في كل واحده هو قايل لك انا عندي 2 من 10 مولاريتي من ال HCl، والثانيه 3 من 10، والثالثه 2 من 10، والرابعه 1 من 10. طيب بالنسبه كده انا دلوقتي اول مره اشوف السؤال اللي انت شفته دلوقتي في التجربه اللي احنا شفناها، بدماغك مين اللي هيطلع تفاعل اسرع؟ الباودر. فهتروح للباودر اللي عندك 2 جرام زنك باودر 2 جرام زنك باودر، بس واحد في 3 من 10 واحد في تركيز 2 من 10. مين تركيزه اعلى؟ 3 من 10. ومع الباودر بنفس الكميه يبقى عندي الاجابه رقم 2 اللي هي 2 جرام زنك باودر في 2 من 10 او في 3 من 10 من ال HCl هيبقى اسرع حاجه. يبقى اول حاجه عندك الاثنين. طيب بعديها هيكون الزنك باودر برضو بس المره دي في 2 من 10، يبقى الاجابه اللي بعديها 3. فكره انت مش محتاج تكمل حل، لان انت هتلاقي ان الحل الوحيد اللي ابتدى 2 3 هو موجود عندك في سي. بس برضو خلينا مكملين للاخر. طيب هنروح للبيس، واحده في 2 من 10 واحده في 1 من 10. مين تركيزه اعلى؟ 2 من 10. يبقى البيس في 2 من 10 طبعا عندي تفاعلها اسرع، يبقى الاجابه عندي 2 3 1 4. نخش بقى في تاني حاجه، احنا ممكن نزود من سرعه التفاعل الكيميائي لو استخدمنا كاتاليست. اشهر تجربه واكتر تجربه عملتها في حياتي هي تجربه الاليفنت توث بيست. بتجيب ميه اكسجين
ميه الاكسجين لو جينا ضفنا عليها الكاتاليست، هي ميه الاكسجين مش مستقره اصلا، بتطلع غاز الاكسجين، بس انا بزود من سرعه التفاعل لما باجي اضيف عليها ايه؟ الكي اي اللي هو نوع من انواع الكاتاليست. كل التجارب اللي انت شايفها دي ما هي الا ميه اكسجين محطوط عليها صابون، بس في غاز اكسجين بيخرج، فانا بسرع خروجه باستخدام الكاتاليست. البرميل ده انا استخدمت فيه 20 لتر ميه اكسجين قصاده تقريبا كيلو من الكي اي، طلع المنظر اللي انت شفته ده وكل التجارب اللي بعديها. طيب لو انا استخدمت هيدروجين بيروكسيد او ميه اكسجين بتركيز اقل، ايه اللي هيحصل؟ زي ما احنا لسه قايلين، هيبقى سرعه التفاعل اقل، يعني كميه الاكسجين اللي خارجه بالنسبه لك نسبيا هتكون اقل. فهو مثلا ممكن يجيب لك سؤال، خلي بالك في الاكتيفيشن انرجي زي ما شرحنا في شابتر 1، ايه اللي بيحصل لما انا باجي اضيف الكاتاليست؟ ايه؟ بنقلل من الاكتيفيشن انرجي بتاعتنا، صح كده؟ فهو يجي يسالك يقول لك مين من النتائج الاتيه بنزود الريت اوف رياكشن عن طريق ان انا بقلل الاكتيفيشن انرجي؟ يبقى انا بستخدم ايه؟ كاتاليست. هتيجي تسالنا تقول لي تاثير درجه الحراره في التفاعل، تجربه بسيطه روح اعملها في البيت، عايزك انت تعملها. هات حبيتين فوار اللي هم بتوع فيتامين سي وميه ساقعه وميه سخنه، عملتها في برنامج المختبر للولاد في رابعه ابتدائي. حط فوار في ميه ساقعه وحط فوار في ميه سخنه، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الفوار اللي في ميه سخنه اعلى بكتير. هات سكر حطه في ميه سخنه وسكر حطه في ميه ساقعه وتعالى قلب، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي السكر في الميه سخنه اكتر. الموضوع مش محتاج شرح. ولو جالك في الامتحان لو زودت درجه الحراره اكيد هنزود من سرعه التفاعل. كده انت فهمت اول 3 عوامل بيأثروا عندك على الريت اوف رياكشن او سرعه التفاعل الكيميائي. هما النيتشر، كل ما مساحه السطح اعلى كل ما سرعه التفاعل هتزيد. عندك الكونسنتريشن، كل ما زودنا التركيز كل ما سرعه التفاعل ايه؟ هتزيد. ثالث حاجه الكاتاليست او العامل الحفاز، بنستخدمه عشان نزود من سرعه التفاعل الكيميائي. وحلينا السؤال. هتقول لي فاضل 2، هقول لك اللايت والتمبريتشر، الاثنين بيأثروا برضه على سرعه التفاعل الكيميائي. درجه الحراره عاده لما بنستخدم حراره ممكن بنزود بيها التفاعل الكيميائي، بس هي برضه ممكن تبطئ عندك من سرعه التفاعل الكيميائي. ابسط حاجه ممكن تشوف بيها سرعه التفاعل الكيميائي، تجيب حبيتين فوار فيتامين سي، واحده في ميه ساقعه وواحده في ميه سخنه، حط كل واحده فيهم هتلاقي ان الفوار في الميه السخنه بيفور اسرع من اللي في ميه ساقعه. وهكذا لو اقول لك لما حابب تيجي تدوب مثلا سكر في الشاي، سكر في الشاي السخن بيدوب اسرع من لو انت في شاي ساقع. اللايت في عمليه البناء الضوئي، الفوتوسينثيسيس، بيساعد على ان هو الفوتوسينثيسيس هو اصلا عمليه كيميائيه في الاول وفي الاخر، فاللايت عندي بيساعد على سرعه التفاعل الكيميائي. كده عرفنا العوامل اللي بتاثر على الريت اوف رياكشن او سرعه التفاعل الكيميائي. خش بقى في الجزء الجاي. الجزء الثاني من شابتر 3 عندنا في قمه المتعه والفن. بس تعال نشوف التجربه دي واوريها لك. هوريك احمى تيست سبون ممكن تشوفها في حياتك، او احمى سباتيولا ممكن تشوفها في حياتك. السباتيولا المفروض ان هي ما بتقطعش وما بتجرحش، ما تشوفش اي حاجه، بس تخيل بمجرد ما حطيتها على ايدي ومشيت عملت دم. انها سليمه. اتبسطتوا؟ انا مش بعمل ده بس علشان ان انا اوريكم الله بصوا التجربه الجامده دي واكيد ايدي ما اتعورتش، لا ده تفاعل عندك في المنهج، تعال اعرفه لك وتعال اعرفك هو بيشرح لك ايه بالظبط. التفاعل عندنا في قمه البساطه، كل اللي احنا محتاجينه هنجيب التيست تيوب زي ما انت شايف وهنحط عليها فيريك كلورايد. جميل. لونه ايه؟ لونه اصفر. ركز معايا في الالوان كويس جدا. لو انا جيت ضفت عليه امونيوم سايوسيانيت ابتدى اللون ان هو يتحول للون البلادي ريد او الاحمر الدموي. اللي عملت بالتجربه اللي واي كاني انا قطعت بالسبون، يبقى انا كنت عامل ايه؟ حاطط على ايدي فيريك كلورايد ورحت حطيت السبون اللي معايا او السباتيولا اللي معايا جوه محلول من الامونيوم سايوسيانيت. مفهومه؟ انسى بقى ايه كل اللي انا قلته وشفت اللون وشفت الحاجات دي، ركز بقى في الكلام اللي هقوله لك لان هو ده الاساس. احنا دلوقتي هنتكلم عن الايكوليبريم او الاتزان الكيميائي. اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي هو في التفاعلات الريفرسبل او العكسيه فقط، في التفاعلات الريفرسبل بس. طيب نتيجه التفاعل اللي عندي اللي احنا عملناه اللي هو كان طالع بلادي ريد، كان عندي ايه؟ فيريك سايوسيانيت ومعاه امونيوم كلورايد. اللي انا هعمله ان انا هزود كميه مبالغ فيها من الامونيوم كلورايد ونشوف هيحصل ايه. يبقى انا زودت جبت برودكت من البرودكتس ورحت زودت، فانا زودت عليه امونيوم كلورايد، زودت كل ما بزود مع الوقت تلاقي اللون بيخف لحد ما رجع عندي لون اصفر تاني اللي هو كان لون ايه؟ الفيريك كلورايد. طيب عملنا التجربه الكبيره دي ليه؟ عشان اشرح لك الاتي. التفاعلات العكسيه عملنا لوشاتيليه كده. انت شفت تفاعل بعينيك وتخيلت يعني ايه تفاعل عكسي. اول حاجه ايه اللي يخلي التفاعل عندي عكسي؟ ان هو كل التفاعلات المتفاعلات الرياكتنتس والبرودكتس عندنا اكويس او في صوره محلول، صوره سائل، ما نزليش سوليد بريسبتيت او راسب او طلع لي جاز، اكيد مش هقول لك غاز يعني. فالتفاعل العكسي لازم يكون في صوره محلول اكويس. تمام كده هو فاهمها.
طب يعني ايه اصلا تفاعل عكسي او ريفرسبل؟ ان احنا عندنا رياكتنس تطلع لي برودكتس، تيجي البرودكتس دي تتفاعل مع بعض تطلع لي رياكتنس. يعني ببساطه شديده جدا في التفاعل اللي عندي اللي حصل ان الرياكتنس اللي عندي طلعوا لي برودكت، فالبرودكت ده لما طلع لما هيوصل لتركيز معين هيبتدي ان هو يتفاعل مع بعض ويديك الرياكتنت لحد ما يوصل لمرحله نسبيا تركيز الاثنين خلاص هيفضل واقف وثابت لحد ما هيحصل لو جيت غيرت في تركيز او الحراره او الضغط تبتدي انك تعكس التفاعل. طب ايه اللي يخلي التفاعل عكسي؟ يبقى عندك رياكتنتس بتتفاعل تطلع برودكتس، تيجي برودكتس تتفاعل مع بعض تديك رياكتنس لحد ما هيوصلوا لمرحله الايكوليبريم. عطلنا خلاص النتيجه اللي عندي هي ثابته، تركيز المتفاعلات موجود والناتج موجود، الاثنين موجودين. جاء استاذ فاضل زميل اسمه لو شاتيليه، هو درس الظاهره دي وقال لك علشان تقدر تغير او تحدد مسار التفاعل بتاعك انت تقدر تلعب في 3 حاجات: تمبريتشر اللي هي الحراره، بريشر اللي هو الضغط، كونسنتريشن اللي هو التركيز. تعالى مثلا نمسك حته التركيز. في التجربه اللي فاتت انا عندي كان في النتيجه ايه؟ NH4Cl امونيوم كلورايد. انا رحت مزود من تركيز الناتج اللي عندي، البرودكت اللي عندي اللي هو NH4Cl، حطيت كميه مبالغ فيها، فالتفاعل حصل له ايه؟ فيبتدي التفاعل ان هو يكون عكسي، ان هو يديني اللون الاصفر اللي انا استخدمته اصلا كرياكتنت في التفاعل اللي هو الفيريك كلورايد. انا عارف ان انت متخيله وشايف قدام عينيك، بس تعالى اشرحها لك. الموضوع بسيط جدا اهو، هادي زي ما انت شايف الرياكتنس عندك والبرودكتس عندك. جميل. انا في البرودكتس رحت مزود التركيز بتاعها، فايه اللي حصل؟ التفاعل الاتجاه هيكون فين؟ ناحيه الرياكتنس اللي كانوا عندي. فالرياكتنس اللي عندي تبتدي انها تتفاعل مع بعض تاني لحد ما ترجع تركيزها يزيد، فترجع تاني تعمل لي ايكوليبريم. طب لو انا جيت زودت FeCl3 هيقوم جاي مزود لي من تركيز الرياكتنس، فيرجع التفاعل يديني تركيز اعلى من البرودكت، فيقوم جاي راجع تاني فيديني ايكوليبريم. ومستر شامي قال لنا ايه؟ عنده طريقه تانية، التفاعل جبان بيخاف من التغيير. لو انا جيت غيرت في النواتج هيبتدي يقول لا 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 ما تغيرليش في النواتج، رجع لي تاني للمتفاعلات، يروح تاني تزود المتفاعلات، لا 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 والنبي ما تزودليش تركيز المتفاعلات، رجع لي النواتج. طريقتين الاثنين تقدر تفهم بيهم. تمام؟ طيب ايه الاسئله اللي ممكن يجوا لك في الامتحان؟ سؤالين هقولهم لك هتجاوبهم كده بناء على الشرح اللي احنا لسه قايلينه. هيجي مثلا يقول لك اي من التفاعلات الاتيه which of the following is irreversible، غير عكسي، يعني ما ينفعش يكون غير عكسي. عندك هو بيقول لك CH3COH which2 ادك CH3CO minus which3O، ولا AgCl وبيديك ايون AgCl، ولا N2O4 هيديك 2NO2 في جلوست فيزل، ولا يقول لك ZN2HCl هيديك ZNCl2 بلس هيدروجين جاز. مبدئيا يعني ده سؤال تافه المفروض درجته معروفه، هتشوف هيدروجين جاز او سولت بريسبتيت هتقول لا ده كده مش هيبقى يكون تفاعل عكسي. السنه اللي باهرني ان هو كاتب لك في الامتحان اصلا علامه التفاعل ان هو عكسي، وفي التفاعل الاخير اللي هو ما ينفعش يبقى عكسي، يعني هو من شكل السهم انت المفروض تعرف تجاوب، بس طلع جاز او عندك سولت بريسبتيت يبقى ما ينفعش يكون تفاعل عكسي. طيب انا عنان رياكتنس اهو، انا بتفاعل اهو، تمام. هنا انا بقى عنان الايه؟ البرودكت. عنان الايه؟ البرودكت. انا هنا اهو عنان البرودكت، فانا طلعت ايه؟ جبت عنان برودكت تاني زودت منه، فيحصل ايه؟ التفاعل هيروح هناك، فايه اللي هيحصل؟ عنان الرياكتنت هيزيد. الديناميك ايكوليبريم وعرفناه، الكيميكال ايكوليبريم وقعدنا ايه هزرنا فيه كتير مع بعض. دلوقتي بقى هنتكلم عن ثالث نوع من انواع الايكوليبريم اللي عندنا، الايونيك ايكوليبريم او التوازن الايوني. مش عارف عندكم في المنهج العربي اسمه ايه، بس ان شاء الله يطلع اسمه التوازن الايوني يعني. وده هنشرحه عن طريق الهيدروليسيس والمحاليل الايونيه. انا بجتهد جدا والله يا جماعه عشان اجيب لكم مصطلحات العربي وبتوع الانجليزي والعربي يفهموا مع بعض يعني. نخش في التجربه على طول. طيب قبل ما نخش في الايونيك ايكوليبريم لازم هنفهم حاجه معينه قوي. اي محاليل عندنا في الدنيا لما بنيجي نقيس البي اتش بتاعها بتطلع لنا 3 انواع، يا اما حامضيه يا اما متعادله يا اما قاعديه، يا اسيدك يا نيوترال يا بيزك. طيب اقل من 7 اسيدك او حامضي، 7 او اراوند 7 بالنسبه للظروف اللي احنا فيها تكون متعادله او نيوترال، فوق ال7 تكون ايه؟ بيزك. في بقى معلومه خاطئه عند الناس كلها من واحنا صغيرين، يقول لك اي ملح في ميه متعادل، ده بسبب ان احنا عندنا NaCl او محلول ملح الطعام دايما بيكون متعادل. احنا دلوقتي هنعمل تجربه، هنجيب 3 انواع من الملح مختلفه وهندوبهم في ميه ونشوف المحلول بتاعهم ونقيس البي اتش بتاعهم عن طريق البي اتش ميتر اللي معانا. مش بس كده، هنحط عليهم ليتمس سوليوشن ونشوف تغيير الالوان، هل فعلا الالوان اتغير ولا لا. اول واحد عندنا كان ال NH4Cl، تاني واحد عندنا ال NaCl، وتالت واحد عندنا CaCO3 او الكالسيوم كربونات. طيب هنحط على كل واحد فيهم ميه وندوبهم كويس جدا 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 عشان نعمل المحلول بتاعنا. تاني حاجه هنجيب جهاز البي اتش ميتر اللي معانا ونقيس البي اتش نمبر لكل محلول من دول، وحصل اللي احنا متوقعين. في الاول عندنا في ال NH4Cl لقينا ان البي اتش بتاعنا اقل من 7،
اقل من 7 يعني ايه؟ حامضي. رحنا لتاني واحد اللي هو ال NaCl الراوند ال7، لان الميه اللي بتنزل لنا من الحنفيه معلش كان المفروض نستخدم ميه مقطره، انا اسف، شويه اسيدك، بس هو المفروض يكون متعادل عادي جدا، هو اقل من 7 حاجه بسيطه قوي يعني. تالت محلول عندنا اللي هو كربونات الكالسيوم CaCO3 او الكالسيوم كربونات، لقينا ان البي اتش نمبر بتاعنا اكبر من 7 بكتير، معناه ان هو قاعدي او بيزك. في الامتحان هل هيكون معاك بي اتش ميتر وهيكون معاك المحلول وهتجرب وهتعرف مين فيهم اسيدك ومين فيهم بيزك ومين مش عارف ايه؟ تعالى الاول بس نشوف لما نيجي نضيف الليتمس سوليوشن او محلول عباد الشمس لكل واحد من دول ايه اللي بيحصل في اللون. مبدئيا لما بيكون حامضي بيكون من درجات البرتقاني للاحمر، لما يكون قاعدي بيكون من درجه الازرق للبنفسجي، لما يكون نيوترال بيكون حوالين الاخضر او الاخضر بمعنى اصح. وده اللي حصل معانا بالظبط لما جينا ضفنا الليتمس سوليوشن، لان الاولاني بقى لونه برتقاني، الثاني المفروض يكون اخضر، بس زي ما احنا اتفقنا ان الميه كان فيها سنه حامضيه فشويه راحت للاصفر، يعني درجه تقريبا 6 ونص. الاخير اللي هو كان عندنا 9 ده قاعدي او بيزك، واضح عندنا جدا. طيب الاسئله بقى اللي ممكن تجي لك في الامتحان، وهعرفك ازاي تقدر تفرق وتعرف مين فيهم الملح اللي هيديك قاعدي ومين الملح اللي هيديك حامضي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك مليون طريقة تقدر تعرف بيها الموضوع ده. 1 تحفظ الأحماض القوية وتحفظ القواعد القوية. مش هقول لك تحفظ الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة، مجرد انك عرفت الأحماض القوية والقواعد القوية هتقدر تحل أي سؤال في الامتحان. طب ازاي؟ حلو. هنروح لأول واحد كان عندنا ال NH4Cl. الCl جاي من أنهي حمض؟ ال HCl. هل هو حمض قوي ولا حمض ضعيف؟ بص في الليستة هتلاقي حمض قوي، تمام. ال NH4OH هل هو قاعدة قوية موجود قصادك؟ لا، هو قاعدة ضعيفة. فعندي مين أقوى؟ هل هيكون حمض قوي ولا قاعدة ضعيفة؟ فالسي ال عندي هو اللي هيغلب، فهيدينا الملح بتاعه، المحلول بتاعه أو الهيدروليسيس بتاعه هيدينا بي اتش أقل من 7 أو حامضي او اسيدك. وهوريكم السؤال بيجي في الامتحان ازاي على الموضوع ده. ال NaCl انا عارفك كنت هتسال السؤال ده، تقول لي طب افرض جه قاعده قويه وحمض قوي ايه اللي هيحصل؟ هقول لك ال NaOH عندك اهو قاعده قويه، ال HCl عندك اهو حمض قوي، NaCl جاي من الاثنين فالمفروض يطلع عندي نيوترال، طلع عندي فعلا نيوترال. فعلا ده بمدنا وما بين بعض يعني. الحمد لله وصلنا لشابتر 4. شابتر بيتكلم عن الالكتروكيمستري او الكيمياء الكهربائيه. الشابتر ده بيلخبط الناس كلها عادي، وبيلخبطني انا شخصيا عادي جدا، بس الموضوع بسيط هلخصه لك في 3 تجارب وهنشرحه مع بعض 5 جمل هتقدر تحل بيه اي مسألة لو بس مجرد ان انت تخيلت وفهمت معايا الموضوع. 1 ده ازرق وده احمر. خلينا نتكلم كهرباء صرف. عشان يكون في عندي كهرباء لازم يكون عندي فيه الكترونات ماشيه. لو افترضنا ان الازرق ده اللي بيطلع منه الالكترونات والاحمر ده اللي بيستقبل منه الالكترونات، تمام؟ ده ادام بيطلع منه الكترونات يبقى انود، استقبل الكترونات يبقى كاثود. في اي مشكله عندك؟ مفيش اي مشكله، ده انود وده كاثود. دي اول معلومه لازم تبقى عندك. المعلومه رقم 2، الميه عباره عن H2O. جميل. اي محلول عندك او حتى الميه في حد ذاتها هي عباره عن كاتاين واناين. الكاتاين هو البوزيتيف اينز اللي موجوده عندك في المحلول بتاعك، يعني عندي في حاله الميه هي الهيدروجين، الاناين هي النيجاتيف اين اللي موجوده عندك في اي محلول، يعني في حاله الميه هي ايه؟ الاكسجين. ده فولتميتر هوفمان، رحنا جبناه من اعدادي، سيبك من الاسم اللي انا قلته، اوضح لك حاجه حلوه قوي. دي بطاريه وصلت السالب هنا والموجب هنا، حلو؟ يعني مين اللي بيستقبل الالكترونات؟ مين رايح الالكترونات؟ هنا، يبقى انا احط عندي الاحمر اهو. مين بيطلع الالكترونات؟ اهو، تمام؟ جميل. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ مفيش اي مشكله. عايزك تركز في شكل الغازات. اول ما جيت ركبت الجهاز وحطيت فيه الميه ووصلت هتلاقي عندي طالع بابلز كبيره جدا 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 ومن غاز الهيدروجين. يعني لسه قايل لك الهيدروجين هو الكاتاين، مش الهيدروجين هو بوزيتيف، هو اكيد محتاج ايه؟ الكترونات، فيروح للمكان اللي بتسرسب منه الالكترونات اللي هو الكاثود عشان يطلع لي هيدروجين جاز. طيب هتقول لي مين قال لك ان ده هيدروجين مش اكسجين؟ ده اللي هنختبره دلوقتي وهوريهولك. الصوت اللي انت سمعته دلوقتي ده اللي هو الدوج بارك، اللي هو ايه؟ الهوهوه، بيسموها كده كتجربه كيمياء. ادام سمعت صوت الهوهوه ده من التيوب يبقى كان فيها هيدروجين جاز. استفدت ايه من التجربه؟ استفدت ان الكاثود بيطلع منه الكترونات والانود الناحيه الثانيه، فادام بيطلع منه الالكترونات فالكاتاين اللي هو هيميل ان هو عايز يستقر عشان هو بوزيتيف فعايز الكترونات، فيروح يدور على الالكترونات عند مين؟ عند الكاثود، فطلع له هيدروجين جاز، فروحنا قفشناه هناك واختبرناه. سهله. تعال بص بقى التجربه الثانيه. انا دلوقتي حابب
سالب اطلي حاجه الكتروبليتنج. لو عندي مثلا جبت المحلول الازرق اللي انت شايفه ده محلول من CuSO4 كوبر سلفيت، في اي مشكله؟ جاوبني. مين فيهم الكاتاين؟ بوزيتيف اين اللي عندي اللي هو الكوبر. مين فيهم الاناين؟ SO4 اللي هو النيجاتيف اين هو اللي عندي. سهله. بص بقى، عايز اطلي النص جنيه اللي انت شايفه ده بكبر، اعمل ايه؟ الكاتاين عندي هو الكبر، يبقى اوصل النص جنيه في السالب اللي هيكون بيتسرسب منه الالكترونات ولا في الموجب؟ اوصله في الكاثود ولا في الانود؟ الاجابه هتقول لي ايه؟ الكاتاين موجب. عايز يدور على الالكترونات، بيدور على الالكترونات في اي حته. الالكترونات موجوده فين؟ موجوده في الكاثود، يبقى اوصل الطرف السالب فين؟ الحاجه اللي انا عايز اطليها احطها في الطرف السالب، اخليها كاثود. فمجرد ما احطها في السوليوشن اللي عندي، الكاتاين اللي عندي اللي هو الكبر او النحاس هيقعد يدور على المكان اللي فيه الالكترونات. المكان اللي فيه الالكترونات فين؟ في الكاثود اللي احنا حاطين فيه النص جنيه. بمجرد ما حطيناه ثواني طلعنا ده الشكل. مش مصدق؟ طيب انا هحط لك جزء من النص جنيه زي ما انت شايف كده في المحلول والنص التاني بره. ثواني زي ما انت شايف كده هتلاقي نصه بقى مطلي كبر والنص التاني بيلمع نص جنيه زي ما هو. خلاص. كاثود عنده الكترونات بيوصل له الكترونات او بيتسرسب منه الكترونات. انود بيطلع منه الكترونات. جميل. لو اتحط في محلول ايه اللي بيحصل؟ البوزيتيف بتاعه او الكاتاين بتاعه بيدور الالكترونات فين؟ فبيروح عند الكاثود. اتفهمت بالتجربتين دول؟ في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. ده كده نص الموضوع، ده كده البدايه. جميل. معلومه تانية اتلخبط بس ركز معايا، انا دلوقتي نفسي متلخبط. الجزء الثاني والمهم هي عمليه الاكسيديشن والريدكشن، الاكسده والاختزال، هي مرتبطه تماما باللي احنا قلنا. بس تعالوا نفسره كده بشكل بسيط. اوكسيديشن، اي انسان بدائي ما يعرفش يعني ايه كيمستري هيقول لك ده اوكسيديشن يعني اتفاعل مع الاكسجين. تمام. بس انا مش مشكلتي ان هو اتفاعل مع الاكسجين، الاكسيديشن ده بيحصل في اي عمليه تفاعل، بس بنفهمها ازاي؟ لو اي حاجه اتفاعلت مع الاكسجين هيحصل لها ايه؟ هتفقد الالكترونات، والاكسجين هيكتسب الالكترونات. طيب فاحنا بنعرف عمليه الاكسيديشن او الاكسده، الحاجه اللي حصلت لها اوكسيديشن هي فقدت الالكترونات، يبقى ده هيحصل له ايه؟ اوكسيديشن، فقد الالكترونات. تعالى بقى ايه نقيس ده هنا اهو، عندي 2 الكترودز. جميل. انسى بقى الاكسجين والحاجات دي. ده فقد الالكترونات عشان يروح لده، يبقى ده حصل له ايه؟ اوكسيديشن او اكسده. فده اكتسب الكترونات، فده حصل له ايه؟ اختزال. ده فقد الالكترونات فاختزل ده، فده حصل له اوكسيديشن بس هو reducing agent او عامل مختزل. ده اكتسب الكترونات فحصل له اختزال بس هو اكسد ده فعامل مؤكسد. خلاص هتلاقي هنا اهو كله. فنقدر نختصر الموضوع، فقد الالكترونات حصل له اكسده عامل مختزل. لوز الكترونز حصل له اوكسيديشن فهو ريديوسنج ايجنت. ده اكتسب الكترونات حصل له اختزال بس هو عامل مؤكسد. ده جين الكترونز بس هو حصل له ريدكشن بس هو اوكسيدايزنج ايجنت. جميل. ده بقى يودينا للنقطه الثالثه. طب ايه ده؟ طب ما انا كده ممكن استخدم الكيمياء ان انا اطلع بيها كهرباء واخليها تبقى هي دي الاساس اللي اعمل منه البطاريه دي اصلا. ازاي؟ تعال بص معايا هنا مثلا. الموضوع بسيط، عندي محلولين زي ما انت شايف قدامك في الشاشه. هتلاقي محلول فيه الزنك ومحلول فيه الكترود من الكبر. الزنك في الطبيعي عشان يستقر بيحصل له ايه؟ بيخسر الكترونات. بيحصل له ايه؟ بيخسر الكترونات. لو عدى في سلك فيه لمبه والناحيه الثانيه عندي كبر، الكبر في الطبيعي علشان يستقر بيحصل له ايه؟ بيكتسب الالكترونات. ففي الحاله دي الزنك هو ايه؟ حصلت له اكسده وهو الريديوسنج ايجنت. وعندي في الحاله دي الكبر اكتسب الالكترونات حصل له اختزال بس هو الاكسدايزنج ايجنت. فكده انت ممكن تستخدم العمليه دي اللي احنا بنسميها الجالفانيك سيل علشان نطلع بيها كهرباء وهي اساس البطاريه. التجارب بقى اللي انتوا شفتوها معايا والشرح اللي احنا عملناه ده كده انت فهمت اساس الموضوع، اساس بس الموضوع. لكن في الامتحان بيخش يسالك في تفاصيل اكتر. يعني مثلا هيجي لك سؤال في الامتحان ويسالك ويقول لك يا استاذ محمد مثلا، هيجيب لك مثلا جالفانيك سيل. الجالفانيك دي حاطط لك فيها كادميوم وكوبر بس معلم لك على 1 2 3 زي ما انت شايف قدامك دلوقتي. هيقول لك ال1 2 3 دول ايه؟ تعال نمسك واحده واحده. الواحد ده ينفع يبقى بطاريه؟ هو بيقول لك الواحد ده في الاختيارات يا اما هيكون فولتميتر يا اما هيكون بطاريه. في المنظر ده لا، عمره ما هيكون بطاريه، لان اصلا اللي قايم بدور البطاريه الجالفانيك سيل اللي احنا عاملينه. فانت اختياراتك محدده ما بين الاي والسي وهي هتكون فولتميتر. طب يا ترى هو ايه ولا سي؟ 2 هو بيقول لك في اي وسي اللي احنا عملنا فيهم الاختيارات في السولت بريدج بتاعنا. هقول لك فكره السولت بريدج دلوقتي. هو SO4 -2 اناين من SO4، هو هيكون اناين فعلا من SO4 لان هو المحلول الثاني هيكون هيكبر سلفيت، بس هنفهم الموضوع ده بعدين. بس نروح في 3. في ايه بيقول لك هو انود 3 انود، وهنا بيقول لك كاثود. طيب الكبر اكتسب الكترونات يعني بتسرسب عنده الكترونات او بيكتسب الكترونات، هيكون ايه؟ كاثود. يبقى الاجابه عندك سي بكل سهوله.
ومجرد ما انت متخيل وفاهم الموضوع. في بقى مساله في التفاصيل، تفصيله تانية حلوه قوي بناء على اللي احنا لسه قايلين. مساله بتقول مغنيسيوم وحديد، واحد الريدكشن بوتنشال بتاعه سالب 237 والتاني سالب 4/10. المغنيسيوم سالب 237 والحديد سالب 4/10. مين اكبر؟ مين الريدكشن بوتنشال بتاعه اكبر؟ الحديد. تمام، يبقى هيكون انود ولا كاثود؟ يكون كاثود لان السالب بتاعه اكبر. هيكون ايه؟ كاثود لان السالب بتاعه اكبر والتاني انود. الانود ولا الكاثود بيكون ريديوسنج؟ اكيد الانود. فعندي هو ايه؟ المغنيسيوم. بالفهم بطريقه بسيطه جدا، لكن الطريقه المعتاده اللي الناس بتحل بيها ان احنا نقلبها اوكسيديشن، فنقلبها بوزيتيف. فعندي في حاله المغنيسيوم هيكون 2.37%، وعندي في حاله الحديد 4/10. جميل الكلام. مين اكبر؟ ال 2.37%. في الطريقه برضو اللي بتتحل بيها وهي طريقه جميله وكويسه ان احنا نقلبها دايما اوكسيديشن. يعني مثلا عندي في المغنيسيوم هقلبها اوكسيديشن فهيبقى عندي 2.37% فولت، لكن في حاله الحديد 4/10 فولت. يبقى مين هيحصل له اوكسيديشن اقوى او اسرع؟ هو المغنيسيوم، صح؟ يبقى عندي ايه؟ انود، هيفقد الالكترونات، هيكون انود. الناحيه الثانيه الحديد اكيد هيكون كاثود. يبقى مين ريديوسنج ايجنت اللي هو الانود اللي عندي؟ هيكون ايه؟ برضه مغنيسيوم. كل الطرق هتؤدي الى روم. اتمنى حضرتك تكون فهمت الالكتروليسيس والجلفانيك سيل والالكتروليتيك والحاجات دي كلها. الموضوع والله يعني ايه يبان ان هو صعب عندك في الكتاب، بس اتمنى ان انت تكون فهمته بكل سهوله. دلوقتي انت المفروض جاي بقى ايه؟ داخل في العضويه. لا، مفيش عضويه، في شابتر واحد. اصبر. شابتر واحد هو اول شابتر عندك في المنهج. بص يا صديقي، المنهج عندك او الجدول الدوري عندك متقسم لاربع حتت. عندك الاس والبي والدي والاف. فكك من الاس وفكك من البي وفكك من الاف، هات لي الدي. ماليش دعوه بالدي ده كله او العناصر الانتقاليه دي كلها. انا هاخد اول سطر عندي اللي هو موجود عندك في المنهج بيدرسه، اللي هو من الاسكانديوم للزنك. حلو. لو انت متوقع ان انا هشرح لك الشابتر وخواص العناصر الانتقاليه وهقول لك الكلام اللي هو فيه، لا، اقفل الفيديو لحد هنا وروح. اللي انا جاي اعمله لك اوريك الجانب اللي انت ما شفتوش عندك في الكتاب، اللي ببساطه شديده جدا هيخليك تتخيل الموضوع، هيخلي الموضوع بالنسبه لك امتع، هيخلي الموضوع بالنسبه لك اقرب. يعني مثلا اول حاجه مثلا يجي يقول لك عندك في استخدام العناصر الانتقاليه ان احنا ممكن نروح لحاجه زي المنجنيز ان احنا ممكن نستخدمه كعامل حفاز او كاتاليست. مثلا عندي المنجنيز اقدر استخدمه في الMnO2 او في اكسيد المنجنيز او منجنيز دايوكسيد، نستخدمه كعامل حفاز في تجربه مشهوره جدا احنا بنسميها في المجتمع بتاعنا الجيني ان ذا بوتل. ميار واسماء ربنا يبارك لهم حبوا يوروا لك الموضوع. الهيدروجين بيروكسيد موجود عندك في الفلاسك اللي انت شايفه، مركب غير ثابت بيطلع منه غاز الاكسجين. طب انا عايز اسرع الموضوع، اعمل ايه؟ حط عليه منجنيز دايوكسيد، البودره السوداء اللي انت شايفها دي. مجرد ما بيتحط في الفلاسك اللي عندك هتلاقي كميات وفيره من الاكسجين وبخار الميه، ده اللي انت شايفه. طب اشمعنى المنجنيز بنستخدمه ككاتاليست؟ ليه هو يعتبر عامل حفاز كويس؟ لان المنجنيز يا استاذ عنده الكترونات كتير في السب ليفل اس والسب ليفل دي. كل اللي بيعمله يروح جايب الرياكتنس او المتفاعلات كلهم ويجمعهم، تعالوا لي تعالوا لي تعالوا لي تعالوا لي تعالوا لي، هوب يروح مخبطهم في بعض، تك 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 تك، فيزود من سرعه التفاعل ما بينهم. عشان كده بنستخدمه كعامل حفاز. مستر شيمي ابروف. اللي انا بشرحه ده القشره او الشكل البسيط. اوعى تكتب كده في الامتحان تقول لهم مش هروح اجيب المتفاعلات اخبطهم في بعض. انا عايز بس ايه، احاول افهم لك الموضوع. انت اكيد مذاكر الموضوع ده كويس، خلي بالك. طيب تعال نروح بقى لموضوع الماجنتيك بروبرتيز، الخواص المغناطيسيه. خلينا نبتدي الموضوع بتجربه قبل الشرح. عندي طبقين زي ما انت شايف، واحد من الايرن واحد من النحاس، الاثنين معدن. لو طفل لسه في ابتدائي او اعدادي هقول لك الاثنين هينجذبوا للمغناطيس، لكن واحد داخل امتحان الكيمياء كمان كام يوم عارف مين هينجذب للمغناطيس ومين مش هينجذب للمغناطيس. اكيد مش تبقى حاجه جديده عليه، بس حبينا ان احنا ايه نوريها لك. عشان ممكن مثلا يجيب لك سؤال في الامتحان عندك سير ماشي عليه ميتال A وميتال B وميتال C وميتال D وميتال ده كذا وميتال ده كذا، مين هينجذب ومين مش هينجذب. خلينا نوري لك الموضوع قدام عينك. الميتال ايرون هينجذب مش هينجذب؟ هينجذب، برافو عليك زي ما انت شايف قدامك كده. اما بالنسبه للنحاس هينجذب مش هينجذب؟ مش هينجذب. ليه؟ لان اللي بيحدد عندي الخواص المغناطيسيه او الماجنتيك بروبرتيز مين اللي موجود في السب ليفل دي. هل موجود عندي سنجل الكترون ولا بيرد الكترون؟ طيب النحاس في السب ليفل دي في سنجل الكترون ولا دبل ولا بيرد الكترون؟ هتقول لي دبل الكترون، فعشان كده هو مش بينجذب للمغناطيس، عكس الايرون اللي عنده سنجل الكترون في السب ليفل دي بتاعه. فهنا بنطلق على الحديد اللي هو ليه ماجنتيك بروبرتيز او بينجذب للمغناطيس بارا ماجنتيك. بارا ماجنتيك، بار بالمغناطيسيه، بار بالوالدين. اما بالنسبه للنحاس اللي هو عنده بيرد الكترون في السب ليفل دي بتاعه مش هينجذب للمغناطيس، فبنسميه دايا ماجنتيك. دايا ماجنتيك. تعالى نشرح الموضوع بشكل ديب اكتر. ملناش دعوه الميتال اللي عندنا ايه. عندي السب ليفل في كام اوربيتال؟ 5. لو قلت لك عندك
9 الكترونات، يبقى عندك 2 2 2 2 1 لواحد، هيبقى ايه؟ عندي واحد سنجل الكترون في واحد من الاوربيتالات، كده هيكون بارا ماجنتيك ولا داي ماجنتيك؟ بارا على طول، بارا ماجنتيك، بار بالوالدين. حسيت ان انا قلبت مدرس ثانويه عامه في اخر الفيديو، ربنا يكون في عونكم والله، مع احترامي لكل مدرسين الثانويه عامه فوق راسي، انتوا اجمد ناس في الدنيا والله العظيم. الراجل مدرس ثانويه عامه قاعد اهو عمال بيحفظني. ماشي، هيجي يسالك مثلا عندك 6 الكترونات في السب ليفل دي، ماشي، 1 1 1 1 1 5 اتمالوا، السادس هيخش في اللي بعده، فعندك كام سنجل؟ 4. كده يبقى دايا ولا بارا؟ هيكون بارا ماجنتيك، بارا. طيب هيجي مثلا يقول لك ايه؟ الاسكانديوم والاسكانديوم كلورايد، مين فيهم بارا مين فيهم دايا؟ تقول لي ايه؟ عادي الاسكانديوم احنا عارفين عنصر الاسكانديوم طول عمره بارا ماجنتيك. اقول لك فاكيد الاسكانديوم كلورايد هيكون بارا. اقول لك لا اثبت، هنا هو هيلوز الالكترون اللي عنده، مش هيبقى عنده ولا الكترون في السب ليفل دي، فهيكون بارا ولا دايا؟ يكون دايا ماجنتيك. تمام، يبقى اللي بيحدد اذا كان اللي عندي بارا ماجنتيك او دايا ماجنتيك بيرد الكترون ولا سنجل الكترون. فول ستوب. واحده من الحاجات الغريبه اللي جات لي بالاسم في كومنتات، بس ده كان في حلقه تانية كان ليها علاقه بحاجه قصه تانية خالص يعني. المهم الناس كانت بتسال على فيهلينج، فانا استغربت ايه العجيب في فيهلينج اللي الناس تسال عليه، فقررت بالمره اسماء وميار الله يبارك لهم ما حبوش ان هم يفوتوا الموضوع وراحوا عاملين التجربه. طيب الفيهلينج هو واحد من المركبات اللي فيها الكبر، اللي هو موجود عندي من العناصر الانتقاليه اللي قاعدين عايدين وزايدين فيها في شابتر 1. طيب في الكبر هنا بيقول لك انا فيهلينج بستخدمه للكشف عن الجلوكوز، راحوا جابوا السكر وحطوه في محلول فيهلينج ولا اي اندهاش، ما حصلش اي حاجه، لكن بالتسخين اتحول لونه للون البرتقالي او الاحمر. فهنا نستفيد ان فيهلينج بنستخدمه عشان نكشف على الجلوكوز في اي محلول عندي بس بالتسخين. واحد من اشهر الاسئله اللي بتيجي في الامتحان يقول لك انا عندي محلولين، واحد ازرق وواحد برتقاني، مين فيهم سكر؟ طبعا هو هيكون قال لك ان احنا مستخدمين فيهلينج، اكيد هتقول له البرتقاني. شابتر 1 مليان حوارات كتير وماسك الايرن واتكلم فيه كتير قوي، بس الايرن الصراحه هو مش قصه صعب، هو حوار كبير قوي وزي العضويه. الناس قاعده هتقول لي فين فيديو العضويه، فين فيديو العضويه، فين فيديو العضويه. بص يا صاحبي، اللي احنا عملناه السنه دي ان احنا حاولنا يكون لينا مساعده، حاولنا نساعد، حاولنا ان احنا نستخدم الريسورسز اللي عندنا، والتيم كله الله يبارك له يعني ما قصرش الصراحه في الموضوع، وحاولنا نعمل التجارب اللي نقدر عليها ان انتوا تتخيلوه. العضويه ما ينفعش تشرح بالطريقه اللي انا بشرح لك بيها دي ابدا خالص نهائي. العضويه يا صديقي هي فهم ماب في دماغك، لازم تكون فاهمها كويس ولازم تكون عارفها كويس، فيا حظك يا بختك يا هناك لو عندك مدرس فهمك عضويه ما حفظكش معادلاتها. تمام، فانا من ناحيتي صراحه مش هقدر اشرح لك العضويه دلوقتي لظروف كتير، مش هقعد اقول لك مسافر ورايح وجاي وعندي شغل، مش هكلمك في كل الكلام ده. الموضوع محتاج فعلا تركيز مني انا شخصيا، واقعد ارتب الماب دي اللي انا اقدر اشرحها لك بشكل فيها بسيط. الموضوع مش مجرد تجارب هنعملها مع بعض، هي ماب هنرسمها مع بعض عشان تفهم بيها العضويه. هتعمل ده امتى؟ للاسف مش السنه دي، هيكون السنه الجايه ان شاء الله لو ربنا كتب لنا العمر وكتب لنا الفرصه والناس حبت الشرح بتاعي عادي. ولكن كل اللي انا اقدر اقوله ان انا رضيت ضميري الحمد لله رب العالمين. الفيديو زي ما احنا قلنا في الاول مفتوح لكل الناس، نقبل كل الكومنتات، نقبل كل المدرسين وكل اللي حابين يقولوه. استخدموا يا جماعه الفيديو زي ما انتوا عايزينه، استخدموه في شرحكم، عدلوا عليه في شرحكم، طوروا منه اكتر، عندكم ماتيريال تقدروا تستخدموها زي ما انتوا عايزين. ان شاء الله تاخدها زي ما هي كده وتديها للطلبه بتوعك، دي في الاخر مسؤوليتك انت. عايز تستخدم تجربه او حاجه معينه توريها للطلبه بتاعتك، الموضوع احنا عاملينه ثواب وارث للناس كلها. اهم انك تكون استمتعت، اتعلمت معلومه علميه جديده، تكون عرفت وتاكدت ان مفيش امتع من العلوم شرع علوم. انزل يا ابني بالتتر. اتفرجوا